كان محضر حاجات كتير اصلا، حاجات مش معروفه، وبدا الطقوس بتاعته. وساعتها قدم ابنه قربان عشان يسلم من اذاهم، وفي نفس الوقت عشان ابنه يبقى عنده شأن عظيم. وبدا كلامه بطلاسم بيمجد فيها ابليس وبيقول كلام غريب. والمراسم اللي كان بيعملها دي كانت قويه جدا، وحضر المراسم دي عدد كبير جدا من الجن السفليين والاسياد، وفعلا تم القربان وخلص. طبعا بدون اي مقدمات، بدون اي شيء، انت حاسس ان انت في ميعاد ديبو، وده بسبب اللي احنا في الديبو والعصابه بقالنا اكتر من سنه ما نزلناش اي حاجه. طبعا ما حدش يسالني ليه بقالنا سنه ما نزلناش حاجه، بس المهم يعني ادينا رجعنا، وان شاء الله كل حاجه هتتعدل. يعني المهم يعني ما لقيتش افضل من ان ليليان هي اللي تعمل القصه اللي نرجع بيها. طبعا القصه اتكتبت يوم 16/8/22. انا ما برضاش اقول التاريخ، بس قلت المره دي عشان تعرف بس ان ايه حاجه جديده طازه عشان نرجع بيها. مع العلم ان المفروض ان قصه ليليان انزلها في ميعاد ديبو، بس مع ديبو فيها سيستم دلوقتي شغال، فمفيش احسن من اللي انا احطها هنا. وطبعا لازم قبل ما ابدا في الاكشن اقول لك صبا مسا خير عليك يا جدع، وحشتوني جدا. الحمد لله اللي احنا رجعنا للديبو والعصابه، ونرجع للديبو ستيشن قريب كمان، ويبقى رجعنا كل حاجه. الاستريمات كل يوم 4، والحمد لله بقى لنا 3 اسابيع ما وقفناش، كله تمام كله زي الفل. الاستريمات ممكن تزيد شويه، لا يفضل الانستجرام يعني ابتديت اللي انا ما اطلعش كتير بسبب تكرار الاسئله اللي انا فاهمني. يعني اللي بيحضر اللايف اللي لما بنقعد كده مع بعض عارف اللي بيحصل، فعشان كده هقللها شويه. ودلوقتي احب اقول لك ان ليليان بتقول لنا ان احداث القصه دي بعضها او شويه منها احداث حقيقيه. هنجيب بقى البتاع ده كده، معرفش بيتعمل ازاي. ايوه كده كده كده، السلام. الولاعه دي عشان البخور، ها مشربش سجاير. وبعد كده ده هحطه هنا في الحته دي كده. ما بحبش والله يعني، مش قصدي حاجه، بس ما بحبش الفيديوهات اللي ببقى فيه قصه مكتوبه لي وانا بقولها. بس انا تحت امر العصابه في اي حاجه، وفي نفس الوقت بصراحه ليليان قصصها قويه جدا، فمع الواحد ما يقدرش ينكر ان هو حابب ان هو يعمل حاجه زي دي. ليليان بتقول صبا مساء خير عليك يا جدع، وبدات قصتها بان في اوضه ضلمه ما فيهاش غير نور القمر اللي جاي من ورا الستاير مدي شويه اضاءه في المكان. وكان في الاوضه سرير، السرير ده قدام الشباك على طول، وكان في ملايه بيضه ومليانه بقع دم. وجنب السرير كرسي خشب، وقدام الكرسي كان في ترابيزه. الترابيزه دي عليها صينيه، والصينيه دي عليها خنزير بس شكله متعفن وجلده مزرق. وكان حوالي خضار كتير برضه متعفن، والدبان عمال يحوم حوالين الصينيه. والجنب التاني من السرير كان في زي صندوق كده جنب الشباك. الصندوق ده كان مقفول بجنازير، والجنازير متقفله بقفال. كان في صوت مكتوم خارج من الصندوق اصلا، كانه صوت طفل لسه مولود، بس كان الصوت مكتوم شويه. وكان في برضه زي صوت خربشه القطط بس من جوه الصندوق، وصوت الخربشه دي كان مزعج فشخ فعلا. وكان الناحيه التانيه في دولاب، الدولاب ليه ضرفتين، كان في ضرفه منها الباب بتاعها موارب، كان نازل منه طرف فستان ابيض. وجوه الضرفه دي كان في بنت صغيره ممكن تكون 15 سنه مثلا، كانت مستخبيه جوه الدولاب وخايفه، وهي اللي كانت لابسه الفستان الابيض. بس الفستان كان ضايع او بايظ او متوسخ يعني، لدرجه ان اللون الابيض اللي فيه بقى لون رمادي، وشعرها منكوش ووشها متبهدل كانها حاطه ميك اب بس معيطه فبوظت الميك اب بتاعها. وكان معاها طفل صغير كانت حضناه كده كانها خايفه عليه، بعيدا ان هي كانت حاطه ايديها على بق الولد الصغير كانها مش عايزاه يطلع صوت. الطفل يا جدع اللي كان معاها كان شكله غريب شويه، وكان نصه اللي فوق طفل عادي، بس نصه اللي تحت كان متغطي بملايه بيضه، وكان طرف رجله باين من الملايه، كان شبه رجل المعيز بالظبط. البنت اللي كانت شايله الطفل كانت بتبص من المكان الموارب من الدولاب، كانت بتبص على حاجه وخايفه جدا وعينيها مفنجله من كتر الرعب. طن الاوضه كلها كان مرسوم عليها طراسم ومربعات وكلام بالعربي بس معكوس وشكلها غريب جدا. وكان ناحيه الشباك او قدام الشباك بالظبط كان فيه سجاده صلاه، وعليها راجل شكله اربعيناتي كده، وكان واقف عشان هيصلي. واول ما كبر ظهر حاجه او خيال اسود كبير حاجه بالنور عن الاوضه كلها اصلا. والراجل اللي على سجاده الصلاه ده اول ما شاف الكائن الاسود او الخيال الاسود الكبير ده ابتسم ابتسامه خبيثه كده، وقام راكع له كانه بيصلي له هو. واول ما الراجل سجد للخيال ده سجاده الصلاه اتحولت لقبر، والراجل اتسحب جوه القبر. بس سحبه الراجل او وقوعه جوه القبر ده ما كانتش عاديه، خدت منه وقت كبير فشخ عقبال ما وصل للنهايه. وكل ده مش مخيف، المخيف كان اللي شافه لما وقع. الوقعه كانت على مراحل يا جدع، كانت على 7 مراحل، وكل مرحله عالم مختلف كامل متكامل من العذاب. تحس ان الراجل ركب اسانسير وبينزل ببطء، وكل دور بيشوف فيه العجب وبيشوف فيه اللي عمر ما حد شافه. الدور الاول كان عباره عن حريق، بس حريق كبير جدا مش طبيعي يعني. والدور ده
كان في ناس كتير وكلها بتولع من النار دي، بس اصواتهم تهز اجدعها قلب. انما الدور التاني يا جدع كان شبه تلاجة الموت او تلاجة الموتى بس على كبير شويه. كان في ناس كتير واقفين بس كلهم متجمدين كانهم تماثيل. الصوت اللي طالع منهم يرعب اي حد. لما تبص في عيونهم تشوف الموت من قوه البروده اللي هم كانوا فيها. البشر كلها اللي كانت موجوده كانت عامله زي التماثيل الازاز اللي هي لو لمستها هتتفتت 100 حته. انما الدور التالت يا جدع كان عامل زي المطبخ، في حلل كبيره بس كبيره بجد. وكان في ناس متربطه بسلاسل، السلاسل دي مولعه من كتر سخونيتها اصلا، تحسها جمره نار من السلاسل. وكان في زي عمالقه موجودين، والعمالقه دي بتجري ورا الناس دي وتاخدها وتحطها جوه الحلل. وجوه الحلل كان في ميه براكين يا جدع، مش ميه عاديه. اصوات الناس اصلا وهي عماله تعتذر وعماله تعيط وتصرخ، حاجه تخلي البشر فعلا يفكروا مليون الف مره. الدور الرابع كان عامل زي مطعم كبير بس ما فيهوش اي كراسي او ترابيزات. كان كل مجموعه قاعدين حوالين دايره وكل مجموعه قدامها اكل وشرب. الاكل كان عامل زي الفاكهه كده بس لونه اسود. كان اي حد يقرب من الاكل ده لمجرد ان ياكله بس يقطع في معدته وفي جسمه، والشخص يقعد يقطع في وشه ما يبقاش مستحمل. والميه اللي كانت قدامهم او الشرب اللي قدامهم كان عباره عن الاسيد. والاسيد ده يا جدع يقدر ان هو يفرتك انسان، يخليه يدوب كده زي البلاستيك. وكان الناس اللي بتشرب من الاسيد ده كنت تقدر تشوف الحنجره بتاعتهم من كتر ما هم يشربوا وجسمهم بيدوب. انما الدور الخامس يا جدع تحسوا ان هو دور مختص للتعذيب وبس. كان في ناس عمالقه بس بشكلهم غريب يعني، وماسكين كرابيك، بس الكرابيك دي عباره عن سلاسل من جمره النار برضو، وعمالين يضربوا بالكرابيك دي على ناس تانية ماشيه على جمر من النار. والناس اللي ماشيه على جمر من النار كانوا شايلين زي شويله فوق ظهرهم، والشويله دي فيها حاجات تحسها نتنه، حاجه ريحتها وحشه وكانت تقيله جدا عليهم. وفوق راسهم حاجه كبيره كده تحسها زي ما تكون كوكب من نار، كأن الشمس لازقه فيهم، وحرفيا وهما ماشيين بيسيحوا. والمرعب يا جدع ان بعد ما بيسيحوا من شده الحراره دي كانوا بيرجعوا يتشكلوا تاني ويتعذبوا تاني ويسيحوا تاني ويتشكلوا تاني. وما بين الدور الخامس والدور السادس الراجل اللي بيقع خد باله من حاجه، ان في حاجه مشتركه ما بين كل دور ودور، والحاجه دي هي الفاصل اللي بيفصل كل مكان عن التاني. وهي عباره عن 7 ساعات رمليه، بس ما كانش جواها رمل، هي كان جواها دم. وبالتحديد كل ساعه كان فيها 10 نقط من الدم كانها رمز لشيء معين او حاجه معينه. الدور السادس يا جدع كان حكايه لوحده وكان مختلف عن بقيه الادوار. الدور كان عامل زي الغابه، وكان فيه زي 300 قفص موجودين، وفي كل قفص منهم نوع من انواع الحيوانات المتوحشه او المفترسه. وانواع الحيوانات دي ما خطرتش على بال انسان اصلا. صوت الزمجره بتاعتهم كانت بتعمل زلزله في المكان. كان في حيوان منهم على شكل غوريلا، بس غوريلا كبيره فشخ، كان عندها رجلين من تحت ومن عند وسطها متقسمه ل3 اجزاء او 3 اجسام، وال3 اجسام كل واحد ليه عين في نص راسه، وفوق كل عين كان في حرف مكتوب بالعربي. اول عين كان الحرف كاف، تاني عين كان الحرف ف، تالت عين كان الحرف ر، ده بعيدا عن الابتسامه السامجه اللي كانت على وشوشهم كلهم. وكان في كمان خنزير بس بشكل مرعب، كانت رجوله وايديه كانهم فيهم عضلات كده معضلين وجامدين، والضوافر بتاعته كانت طويله جدا، ده بعيدا ان ودانه كانت ودان زي ودان الفيل، وما كانش ليه اي عيون او اي بق، وعباره عن سنان في وشه بس. ومناخيره كانت كبيره جدا لدرجه ان تحس ان الفتحتين بتاعتها كانها كهوف، من كبرهم يا جدع ممكن الطير يخش ويخرج عادي مفيش مشكله. الحيوان التالت كان عباره عن تعبان، بس تعبان كبير جدا، وراسه عباره عن راس اسد، واللي حوالين راسه ما كانش زي شعر الاسد، كان لهيب من النار. وجسم التعبان كان كله لونه اسود، وكان الجسم معقود 40 عقده، وما بين كل عقده وعقده يا جدع كان في زي الشوك، ومش شوك عادي، ده كانت الشوكه بحجم السيف، كان بياخد الناس ويلف جسمه عليهم. ولك ان تتخيل في كل قفص من ال 300 قفص دول كان في 300 بني ادم جوه القفص. وكان نفس اللي بيحصل في الدور اللي فوقيه، بعد ما يموتوا البني ادمين دي بتتشكل تاني وتتعذب مع نفس الحيوان تاني. وبعد كده الدور السابع يا جدع والدور الاخير، والدور ده كان بيلخص كل انواع العذاب. مكان اي حد يدخله مهما كان وضعه المادي الاجتماعي، مهما كان عمل في دنيته، مش هيفرق. الدور ده كنت بتسمع منه صوت زعيق وصوت صريخ وصوت عياط، وفجأة الأصوات دي بتتحول لأنين، بس أنين يوجع قلب الكافر. والدور ده كان في وسطه بير مية، وورا البير حيطة، بس حيطة مايلة، والحيطة دي عبارة عن توابيت، والتوابيت دي كانت مصنوعة من النحاس أو من الحديد، وناس متسلسلة من رقبتها وناس متسلسلة من إيديها. وكان في العمالقة المتسلسلين اللي ماسكين الكرابيك دول، والناس كلها كانت مذلولة ومطاطية وهي بتدخل التوابيت. وربنا ما يوريك الحالة الهستيرية اللي كانت الناس فيها والفزع اللي كانوا فيه بسبب اللي بيحصل. وبعد اللي بيعملوه في الناس في التوابيت بياخدوا التوابيت ويرموها في البير. والراجل اللي وقع الوقعة دي وشاف المنظر ده اللي كان بيصلي في الأول، وقبل ما يلمس الأرض في الدور السابع لقى نفسه بيفتح عينيه ولقى نفسه على سريره. ساعتها قام قاعد يحسس على جسمه زي المجانين يا جدع، اللي يشوف المنظر ده لازم يقوم زي المجنون مش يحسس على جسمه بس. وبدأ ان هو يستعيذ بالشيطان ويحمد ربنا على النعمة اللي هو فيها. صاحب الحلم ده يا جدع كان شاب عايش في قرية فقيرة من القرى اللي هي منتشر فيها الجهل شوية، واللي متعلم فيها فده عنده رفاهية
مواصلات اصلا، وهم ما كانش عندهم وقت للرفاهيات، فما عندهمش حد متعلم اصلا. القرى اللي اهلها ناس طيبين جدا وما لهمش في اي حاجه، بس كانوا من النوع اللي بيؤمن بالحاجات الغريبه، وبيؤمنوا باللي توارثوه من اجدادهم وبس. اي حاجه اجدادهم قالوا عليها فهي الصح والمضمونه، ومفيش حاجه غيرها صح. واي حاجه جديده بتدخل في وسطهم بيرفضوها رفض قاطع بقى، من غير ما يعرفوا ايه هي اصلا ولا ايه مصدرها، ما بيفكروش. يعني من الاخر يا جدع، الناس بتحب تريح دماغها بس في الغلط اللي هي فيه. والاخطر ان هم ما كانوش على درايه بالدين بالشكل الكامل، يعني اللي عارفينه من جدودهم هم اللي ماشيين عليه وخلاص. فازاي بيعبدوا ربنا او بيعبدوا في دين وهم مش على درايه صحيحه بيه؟ الله الاعلم. يعني بالابيض كده، ازاي هتصلي وانت ما تعرفش ازاي تتوضا؟ وهكذا. كانوا من الناس اللي بيفكروا في السحر والشعوذه، وبيقولوا عليهم اهل بركه وكرامات والكلام ده، ومقتنعين جدا ان بفضل الكرامات والحاجات دي بيقدروا يتجوزوا مش عارف المطلقه، ويطلقوا المتجوزه، ويشقلبوا المتشقلبه، ويفخدوا في المفخده. حتى لو في مشكله بينتقموا من بعض بالسحر والشعوذه والحركات دي. كل بقى الكلام ده سهل الطريق لجلال الدين حبيب المحمدي، اللي هو شاف الحلم. حبيب المحمدي ده كان راجل طيب، يصحى من النوم يشتغل، يخلص شغله ويفضل طول اليوم يشتغل وهكذا، ويا دوبك بيقدر بس يجيب اكله وشربه، والاكل وشرب الولاد والماما والتاتا والحاجات دي بس الوضع ده بقى ما ناسبش جلال الدين ابنه، لان جلال الدين اصلا من الناس اللي ما بتحبش تتعب نفسها، وبيكره الشغل في الارض، ومش عايز يبقى زي ابوه واخواته. وبقى كل القرارات اللي في دماغه بتتمحور على ان هو ازاي يجيب فلوس كتير ويبقى غني فشخ، واهم حاجه ان يعمل كل ده في وقت قصير ويستمتع بحياته. وجلال الدين يا جدع كان واد ذكي، بس من الاذكياء اللي هم الخبثه، وجشع جدا، وشخصيته كانت قويه فشخ. غير ان هو لسانه بيعرف يكلفت بيه اي حد، متحدث قوي جدا، واي حد قصاده بيقدر يقنعه باللي هو عايزه. وكان كل تفكيره ان هو ازاي هيجيب الثروه دي كلها، بس من غير ما يعمل حاجات غلط. يعني ما يخشش مثلا في تجاره مخدرات، يخش في ممنوعات، الحاجات دي لا. كان عايز يبدأها على رواقه، بس في نفس الوقت ما يبذلش مجهود ويبقى غني. وكان هو الكلام ده بس اللي شاغل تفكيره دايما، لحد اما في يوم سمع جارتهم وهي بتقول لامه ما تاخدي البنت سميه وتوديها للشيخ يحيى اللي في اخر القريه، يمكن ربنا يكتب جوازها على ايديه. امه قالت لها منين يا حسره، ما انت عارفه الشيوخ بيطلبوا طلبات كتير، واحنا يعني معناش اللي احنا نعمل كده. والله جوزي وعيالي بيفضلوا شغالين طول النهار، يا دوبك بنعرف ناكل ونشرب. ساعتها جارتهم بصت لجلال الدين كده وبص لامه وقالت لها طب ما سابع الرجال ده ايه اللي مخليه في البيت ما دام انتوا مش لاقيين تاكلوا كده؟ وام جلال ردت عليها وقالت لها يا ست جلال ما بيحبش الشغل وما بيسمعش كلام حد، سيبك منه، ده واد خايب ومالوش في حاجه. بس جلال الدين كان عقله في حته تانية، وعلق في راسه اسم الشيخ يحيى قوي، وزي ما يكون كلام الجاره دي مع امه وصله الحته اللي هو كان محتاجها او اللي كان بيفكر فيها. وقرر ان هو ليه ما يتعلمش الحاجات دي ويخش مجال السحر والشعوذه. ده اقصر طريق ممكن اي حد يدخله، مش محتاج راس مال ولا محتاج اي حاجه، كل اللي محتاجه شويه كذب وشويه شر. وجشع جلال الدين وذكائه برضه كانوا اكبر مساعد ليه عشان يوصل للي هو عايزه. وقرر جلال ان هو هيروح للشيخ يحيى، وفعلا راح له، وقعد بقى بالذكاء بتاعه يتحايل على الشيخ يحيى، وقعد يقول له شغلني عندك خدام طول العمر ومش عايز اي مقابل مادي، هو الشرط الوحيد انه يعلمه كل حاجه بيعملها. والشيخ يحيى يا جدع كان راجل اعزب ومش متجوز، وبسبب كده الشيخ يحيى ده ما كانش عنده عيال اصلا. والشيخ يحيى كان بيتمنى ان يكون عنده عيل يورثه اي حاجه قبل ما يموت. ويحيى لقى في جلال الدين ابنه اللي ما جالوش، وحبه بسبب الشغف بتاعه لنفس المجال بتاعه، واعجب اكتر بذكائه وقدرته على الاقناع، يعني ان هو بيقدر يقنع اي حد بعيدا عن قلبه الجامد اللي داخل له بيه ده. وبقى جلال الدين بالنسبه للشيخ يحيى هو اكتر ارض خصبه كده هينفع يزرع فيها. وفعلا الشيخ يحيى وافق على طلب جلال الدين، وقال لجلال الدين انك هتعيش معايا وهعلمك كل اللي اعرفه، بس في شرط واحد. وشاور له على اوضه وقال له الاوضه دي مخصصه للعباده، وان لو الدنيا انتهت البيت وقع ما يقربش من الاوضه دي، وان لو في يوم من الايام وقع في ايديه الكتاب الاسود اللي جوه الاوضه دي مش لازم يقرب له ولا يلمسه، والكتاب ده محظور بتاتا ان حد يلمسه. وطبعا جلال الدين وافق جدا بدون اي تفكير. وشرط يحيى التاني لجلال الدين كان ان كل يوم 13 14 15 في الشهر الهجري يسيبه ويمشي، لازم يبقى لوحده، هي خلوته بتبقى في الثلاث ايام دول، وممنوع ان هو يجيله او يقطع عليه خلوته مهما حصل. وجلال قال له امين يا سيدنا، وكان مبسوط جدا ان هو هيتعلم كل حاجه. وفعلا بدات رحله جلال الدين في الموضوع ده، وكان ذكي جدا وبيتعلم بسرعه جدا، وكان فضوله وجشعه هو اللي بيخلوه يستمر ويستمر اسرع واسرع ويتعلم اسرع. والشيخ يحيى بدا يحب جلال الدين بجد، وكانه ابنه بجد ومن صلبه. بس جلال كان واخد الشيخ يحيى ان هو ده الفرخه اللي هتفقس له البيض الذهب، وان المفروض يستغله احسن استغلال. وبعد 5 سنين على الحال ده جلال حس ان هو خلاص كده اتعلم كل حاجه، وفي اي لحظه يقدر يستغنى عن الشيخ يحيى ويكمل هو طريقه. بس في يوم يا جدع جت فتره الايام اللي هي بتاعه الخلوه بتاعه الشيخ يحيى، والمفروض ان جلال هيسيبه ويمشي ال3 ايام دول. بس جلال كان خلاص الفضول فشخه وعايز يعرف اللي بيحصل، وكان مقتنع جدا ان دي اخر خطوه المفروض يفهمها ويبقى كده فهم كل شيء. وفعلا
وفعلا جلال بدأ يظبط نفسه ان هو هيمشي وسلم على الشيخ يحيى وخلاص وقام خارج، بس هو ما خرجش من البيت اللي هو اصلا حافظ كل شبر فيه اكتر من يحيى نفسه، واستخبى في المكان اللي هو الاسطبل بتاع الخيل بتاع الشيخ يحيى، وفضل مستخبي لحد ما الساعه جت 11 بالليل. لقى الشيخ يحيى خارج من البيت ولابس احسن لبس ومتعطر احسن عطر، عارف اللي هو الليله ليلتك يا معلم. بس جلال الدين استغرب جدا لان المفروض ال3 ايام دول خلوه، يعني المفروض ما بيشوفش بشر ولا بيخرج من البيت، وخارج دلوقتي راح يقابل مين؟ وفعلا جلال الدين فضل ماشي ورا الشيخ يحيى عشان يعرف هو بيروح فين، لحد اما الشيخ يحيى يمين شمال وده ماشي وراه، لحد اما فجاه لقى نفسه عند المقابر. ساعتها جلال الدين اتضايق اكتر من الشيخ يحيى لانه حس ان فعلا هو مخبي عليه حاجه مهمه، وبما انه غدار فحس ان الشيخ يحيى غدار وان هو بيعاملوه زي ابنه. غير ان الشيخ يحيى كان قايل لجلال الدين ان خلاص انت فاضل لك حاجات بسيطه وهيبقى عندك خدامين ومكلفين ان هم بخدمتك ومش عارف ايه وحركات. المهم يا جدع جلال الدين دخل المقابر، بس قبل ما يدخل كان في طلاسم وحاجات معينه كده الشيخ يحيى معلمها له، المفروض يعني يعملها لما يخش مقابر، لما يخش مكان عليه لعنه او عليه جن او الحاجات دي كلها. ساعتها الحجاب اللي ما بينه وما بين الجن هيختفي وهو هيتكشف لهم وهم هيتكشفوا له، وساعتها هيأمنوا له وهيحسوا براحه من ناحيته، وممكن كمان يعتبروه نفر منهم وما يأذوهوش. وساعتها الشيخ يحيى وصل لقبر كده في نص المقابر، كان قبر كبير وبالرخام وشكله نضيف جدا، وجلال الدين كان مستخبي ورا قبر كده وعمال يشوف اللي بيحصل، وفهم ان القبر ده بتاع حد ليه كرامات طبعا عشان الجمال والحلاوه اللي هو فيها. وجلال الدين ما كانش خايف من اللي بيحصل ولا فارق مع الشيخ يحيى، حتى هو اللي فارق معاه انه عايز يعرف ايه اللي بيحصل والشيخ يحيى دخل المقبره دي ليه. وجلال فجاه لقى الشيخ يحيى بيقعد على ركبه قدام القبر ده، وبدا يقول طلاسم غريبه بالنسبه لجلال الدين اول مره يسمعها، بس كان عمال يرددها ورا الشيخ يحيى، وده كان كفايه قوي لجلال الدين ان هو يحفظها، لان هو كان من طبعه لما بيقول حاجه مره واحده بيحفظها. وفي اقل من لحظه يا جدع جلال شاف الشيخ يحيى وهو قاعد والتراب اللي قدامه بيطلع منه ايد، وبعدها بدا يظهر من التراب بقيه الجسم. كان جسم الست عجوزه، جسمها عريان ملط، بس عجوزه يعني بس ملط. كان جسمها مقرف، كان بص كان اسود ومجعد كده، وجلدها كله مرهرط بقى وقرف، وضوافرها دي كانت طويله فشخ رعب، كان تحت ضوافرها كده بيطلع منه دود، انما وشها كان اسود من جسمها كمان يا جدع، وبقها كان كبير بس بطريقه مرعبه زياده عن اللزوم، وكان برضه عمال يطلع منه الدود يعني، وريقها عمال ينزل كده زي الريق كان واصل لحد الارض قرف، انما شعرها جدع كان واصل لحد الارض، تحسها هنديه، هم الهنود اللي شعرهم طويل يعني. واول ما جلال الدين شاف المنظر ده كان عايز يجيب اللي في معدته، بس مسك نفسه ولحق الموقف كده، بس هو كان مستغرب جدا ان يحيى كان عمال يتغازل في بالشكل ده، وعمال يقول لها انا ملكك وانا عبدك وتعليكي اجمل مزه على الارض. مزه ايه يا ابو مزه؟ اطلبي بس وتشخلعي وملكيش دعوه باي حاجه، يا دلع انت يا دلع. وحصل ما بينهم ما هو ابشع من خيالك وما هو ابشع من مبتغاك يا مبتغي يا معفن. يحيى قرب من البتاعه دي وكان باين جدا ان هي جنيه مش بشريه، وكان باين اكتر ان الشيخ يحيى بيتهيأ له ان دي ست جميله مزه، وقام واخد الكائن ولا البتاعه دي في حضنه وقام شايلها ومنيمها فوق القبر. ايوه دلعني انا فهمتك. وحصل بينهم ما يحدث بين المتزوجين والعيال المقرفه بنت المقرفه اللي بيعملوا الحاجات الغلط. ساعتها جلال الدين ما كانش قادر يمسك نفسه لما لقاها شال الكائنه وحطها لقى نفسه بيتسحب من المكان وبيجري جري الطور من القرف اللي هو شافه ده. فضل يجري لحد ما وصل على طرف الترعه وقعد وفضل يهدي في نفسه وقال ان هو ولا كانه شاف ولا من دري ولا كانه عارف حاجه، وقام قايل في سره انا كده اتعلمت اللي انا عايزه ومش هجبر نفسي على حاجه زياده تاني، مش لازم اعمل كل اللي بيعمله الشيخ يحيى يعني، وانا هدور على طريقه تانية او لازم الاقي طريقه تانية عشان ابقى مكلف زيه وعندي من الخدم، بس عمري ما هقبل على نفسي ان اعمل اللي يحيى عمله ده عشان وجلال الدين فضل في مكانه يا جدع لحد ما الصبح والشمس طلعت عليه. ساعتها قال ان هو هيرجع بيت اهله اللي ما بيرجعوش اصلا غير ال3 ايام اللي الشيخ يحيى قال له ما تجيش فيهم او دي الخلوه بتاعته. واول ما وصل بيت اهله يا جدع قام داخل على السرير ونام كانه ما نامش بقاله سنين، لدرجه ان هو فضل نايم على السرير ما قامش منه ليومين بحالهم. وطبعا ما كانش حد من اهله بيجرؤ ان هو يخش يصحيه او يقرفه عشان هو لسانه كان قليل ادب، ما كانش بيحترم ولا اب ولا ام ولا اخ ولا اي حاجه والعياذ بالله منه يعني. وهم كانوا بيتقوا شره عشان هم عارفين هو شغال مع مين، بس ما حدش عارف يتكلم معاه. بس امه قلقت عليه لان هي عارفه ان جلال الدين شخص ما يعرفش يعني ايه نوم، يبقى ازاي بقى له يومين نايم. فاتسحبت بالراحه ودخلت قعدت جنبه على السرير وبدات ان هي تصحيه بالراحه رغم ان هي خايفه من رده فعله. وفعلا يا جدع اول ما جت تصحيه قام قايم وقعد يشتم ويزعق وقام سبب لها الدين ولابس لبسه وقام واخد بعضه وخارج من البيت. وقرر وقتها ان هو يرجع لبيت الشيخ يحيى ويشوف هو موجود في البيت ولا لا، وراح من ناحيه جنينه البيت عشان يبص من الشباك يشوف يحيى في البيت ولا لا. والشيخ يحيى كان
نومه خفيف جدا، لو زنت دبانه بس عدت من قدامه تصحيه. واول ما قرب سمع صوت شخير الشيخ يحيى اصلا، ومن غير ما يعمل صوت جلال الدين رجع على الاسطبل بتاع الخيل وقال هيقضي فيه النهار لحد ما اخر يوم من الخلوه ده يخلص. وفضل يا جدع طول اليوم هناك لحد ما الساعه جت 11 بالليل. جلال الدين لقى يحيى خارج برضه والبرفانات والحركات، بس جلال الدين كان عارف هو هيروح فين المره دي، ما قررش ان هو يمشي وراه. جلال قرر ان اول ما يحيى يمشي هو هيخش البيت ويخش الاوضه المحظوره. قرر يخش يعرف ايه اللي فايته ويفهم اكتر. كان هدفه الاساسي من الاوضه دي الكتاب الاسود اللي اتقال له عليه في الاول، اللي الشيخ يحيى حذره وقال له اوعى تقرب منه. وفعلا اول ما الشيخ يحيى مشي جلال دخل البيت وبدا يدور في الاوضه ويفتش كل شبر فيها، دور في كل الكتب، دور في كل مكان، لحد ما لقى صندوق خشب عامل زي صندوق الكنوز القديمه كده اللي بتظهر في الافلام، وكان متغطي بجلد خروف كده بس ريحته منتنه. ساعتها شال الجلد يا جدع وفتح الصندوق. الصندوق كان جواه جماجم اطفال وجلود افاعي كده بس تحسها ناشفه عامله زي الخشب، وكان في ضفاير طويله كده بتاعت ستات وبنات. حاجات كتير في الصندوق ملهاش دعوه ببعض، ده غير ان كان جواه فلوس وجواه مجوهرات وجواه ورق كده عامل زي الورق البردي بتاع الفراعنه كده. وعشان جلال الدين كان متعلم الرموز والحاجات اللي هي بتاعت الطلاسم، فكان كل لما يمسك ورقه ويقراها كان بيتصدم اكتر من اللي مكتوب فيها. كان عمال يتعلم حاجات من الاوراق دي اصلا غريبه وعمره ما كان هيصدقها. ساعتها جلال الدين عرف ان العلم ده بحر، وانه عمره ما هيقدر يتعلم كل حاجه فيه، وان الموضوع مش بالبساطه اللي هو كان متوقعها، وان شويه كذب على شويه هبل وخلاص، وان اللي اتعلمه في السنين اللي فاتت دي كلها يعتبر نقطه في بحر اصلا. وفضل يكمل تدوير في المكان لحد ما لقى اللي هو عايزه، الكتاب المحظور، او زي ما الشيخ يحيى بيقول عليه الكتاب الاسود. كان الكتاب موجود ومتربط بخيوط كتير. ساعتها جلال جاب مقص وبدا يغص الخيوط دي عشان عايز يوصل للكتاب. كان بالنسبه له هو ده الكنز الحقيقي اللي بيدور عليه. واول ما شال الخيوط والجلد الاسود اللي حوالين الكتاب ساعتها اتصدم صدمه عمره، لانه لقى الكتاب ده القران نفسه. ساعتها جلال الدين حس ان الدنيا كلها وقفت، ما بقاش فاهم هو اللي بيحصل بالظبط، ليه حد زي الشيخ يحيى ده شايل كتاب القران بالشكل ده. وساعتها جلال سمع صوت في راسه بيقول له حتى ابليس يا جلال قبل ما يعصي ربنا كان ملاك، لغايه ما عصى ربنا واتطرد من جنته، وربنا جابه لغرض معين وسايبه الحكمه محدش يعلمها غير ربنا، وده اختبار للعبد الصادق والعبد المنافق. انت في ايدك الفرصه دلوقتي يا جلال، اغتنمها قبل ما يضيع الوقت. ودي يا جدع كانت اللحظه اللي جلال الدين قتل فيه كل ذره رحمه وانسانيه خلاص، وقرر ان يقتل الباقي في ضميره، وقرر انه يختار كنوز اللي في الدنيا وينسى كنوز الاخره. وبسبب ضعف ايمانه بربنا خرج عن المله وسلم شهوته للشيطان، وما سمعش الصوت اللي نبهه وقال له الحق نفسك. وقام حاطط الكتاب القران على جنبه وغطاه تاني، وبدا يدور تاني جوه الصندوق ممكن يلاقي اي حاجه تخليه غني، لحد ما وقع تحت ايديه مخطوطه معينه كانت مخطوطه بشكل غريب، عباره عن جلد ومتخيط بجلد تاني بنوع تاني. الجلد كان عليه شعر قصير كده من بره كانه جلد حيوان مثلا، او راس بني ادم مسلوخه مثلا. بس الغريب ان المخطوطه شكلها قديم فشخ قوي 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 قوي، بس الجلد اللي فيها تحسه لسه صاحي. والرموز اللي في المخطوطه دي كانت محطوطه بنظام الحرق، مش مكتوبه، ده محروقه على الجلد. والاغرب ان ريحه الحرق بتاع الجلد لسه موجوده. ولما جلال مسك المخطوطه دي وقرا اللي فيها عرف ليه الشيخ يحيى محرمه يخش الاوضه دي. عرف ان مش حرمه من الاوضه دي بسبب الكنوز ولا المجوهرات ولا اي حاجه، هو ما خلاهوش يقرب بسبب المخطوطه دي وبس. كانت عقد جواز يا جدع بين الشيخ يحيى وبين جنيه القبور، وبمجرد ان الجنيه تتحضر والعقد ده لو اتلف يبقى الجوازه دي او العقد ده اتلغى، اللي المفروض يفضل طول العمر شغال. وضريبة فك العقد ده روح يحيى اصلا. وساعتها جلال الدين ما فكرش كتير لانه هو محدد هدفه وعارف هو عايز ايه، وقام واخد بعضه وجري على الصاله اللي الشيخ يحيى بيستقبل الناس فيها. في الصاله دي في طبق كبير محطوط فيه اللي هو الفحم ومتولع وكده، وبدا يقول الطلاسم اللي سمع الشيخ يحيى هو بيقولها في المقابر. واول ما الجنيه ظهرت وقبل ما تتفاوض وقبل ما تتكلم قام رمى العقد في النار. وبسبب ذكائه وجشعه قرر ان ياخد ورق معاه ويروح عند الشيخ يحيى اللي زمانه مات دلوقتي ويبصمه عليه بكل ممتلكاته، وبعدها يشوف له محامي ما عندوش ضمير ومستهبل على نفسه ويخليه يعمل له الورق ده كله بعد تنازل من يحيى الجلال. وفعلا يا جدع جلال جري على المقابر وخد الورق معاه وشاف هناك افظع حاجه ممكن يشوفها، ده بعيدا عن اللي شافه من شويه. جلال شاف يحيى يا جدع ولا الشيخ يحيى وهو ميت بأبشع طريقه ممكن تتخيلها. كان من غير هدومه يا جدع، كان صلبوطه، كان باين قوي ان هو مات اثناء العفانه اللي كان بيعملها. والعلامات اللي على وشه كانت باينه ان هو ميت مفزوع. اعتقد ان هو شاف الجنيه على حقيقتها وهو بيزفلط فبرق واتفزع، وهو متبرق واتفزع طب ساكت
ميت، ده بعيدا عن جسمه اللي كان كله جروح، بحيث ان في قطر داس عليه وفرمه. المهم يا جدع جلال فعلا طلع الورق من جيبه وبصم الشيخ يحيى عليه، وقام جايب الهدوم بتاعت الشيخ يحيى وقام ملبسها له وحط السبحه في ايديه، وقام رافع له صباعه كده كانه بيقول الشهاده، وقام مغمي له عينيه وقام واقف وقام تافف على الشيخ يحيى كمان يلا بالمره، وقام مديله خبطه كده بالرجل في بطنه وفي تيزه وفي كل حته يعني. المهم ان هو بهدله بقى، انت فاكر نفسك احسن مني انا ولا ايه كده بقى. وقام جلال الدين واخد بعضه ورجع البيت تاني بتاع الشيخ يحيى، وقام نايم على سريره وبدا عمال يفكر هيودي بقى الكنوز والفلوس الكتير والورث الكتير ده فين، لدرجه ان هو نام وهو طاير من الفرحه ومش مصدق ان حلمه اتحقق خلاص. تاني يوم الصبح يا جدع جلال جهز لنفسه الفطار ولا كأن في حاجه حصلت، وقعد مسك الجورنال وبيدور على محامي يخلص له الموضوع اللي هو محتاجه، لحد ما فعلا لقى خبر كده على ان هم افرجوا عن واحد بيغتصب اطفال وان المحامي هو اللي خرجه ومش عارف ايه، والجورنال عامل مقال كبير بيشوه في المحامي ده اصلا. وقام جلال عامل خط كده اللي هو ايه، ايوه هو المحامي ده، اعمل لي دايره عليه عشان نتصل بيه. وفي اللحظه دي يا جدع باب البيت خبط، وده الطبيعي يعني عشان الناس بتبتدي تيجي عشان الشيخ يحيى بقى وبركاته بقى، بركاته اللي كان بيعملها في المقبره ولا في القبر يعني. المهم جلال فتح للناس الباب يعني، هو عمال يعيط بقى، والناس سالوه مالك يا جلال، هو سيدنا الشيخ حصل له حاجه؟ قال لهم ده بقى له 3 ايام مختفي ومش عارف هو راح فين. فالطبيعي ان هم ردوا عليه وقالوا له ما كلنا عارفين ان ال3 ايام بتوع الشهر ده، والطبيعي ان الكل رد عليه وقال له ان في 3 ايام في الشهر هو بيختفي فيهم اصلا. جلال طبعا عشان يحبكها قال لهم لا يا جماعه ده الا انا الوحيد اللي سيدنا الشيخ كان بيسمح لي ان انا اشقر عليه، هو ما كانش معتبرني بساعده وايده اليمين بس، ده كان معتبرني ابنه وانا كل اهله اصلا، وبقالي 3 ايام كل ما باجي ما بلاقوش ومش عارف هو راح فين. بدات الناس هي اللي تهدي جلال اصلا وقال له ما تقلقش البلد صغيره وكده كده هيظهر، وقسموا نفسهم مجموعات كمان وبداوا يدوروا على الشيخ، وجلال بيخرج يدور معاهم كمان يا حلاوه. وجلال طول ما هو معاهم بيدور عمال يعيط وبتشحتف على سيدنا بقى مش لاقيه ولا سيده هو. المهم يا جدع وصلوا المجموعه من المجاميع يعني اللي كان فيها جلال اصلا، وصلوا المقابر ولقوا طبعا جثه الشيخ يحيى هناك. جلال قام جاري عليه على طول وقعد يبص ويعمل بقى الحبتين بتوعه، وبعد كده قام باصص على صباع يحيى قال لهم بصوا يا جماعه اكيد مات وهو بيقول الشهاده، كان بيقرا الفاتحه على الاموات، ربنا يردنا ليه راضي عننا زيك كده يا شيخ. وزي ما قلت لك يا جدع جلال طبعا متحدث جيد وصايع وبيعرف يأثر على اللي قدامه بسرعه، وده خلاه يظهر بقى لاهل القريه وهو بيحب الناس قد ايه وبيحب الدنيا ازاي، وان الشيخ يحيى ده كان كل حياته، لدرجه اللي ما يعرفش حاجه عن الشيخ يحيى افتكره ابنه بجد. جلال يعني افتكر جلال ابنه، وكمان قدر يبين للناس ان هو بقى اهل علم بقى زي الشيخ يحيى وكراماته كده، وبقى في نص كلامه دايما بيستخدم ايات قرانيه احاديث، عارف انت الحركات دي، وان هو اتعلم كل حاجه من الشيخ يحيى وطبعا مستفاد من علمه. طبعا لما رجعوا جثه الشيخ يحيى لبيته طبعا كانوا عايزين يجيبوا المغسلاتيه والحوارات دي، فطبعا ما ينفعش حد يشوف جسمه باللي حصل له. جلال انتهز الفرصه دي وقال لهم لا، وصيته ان ما حدش يغسله ولا حد يشوف عورته الا لو واحد مكلف زيه، وانا الوحيد اللي اقدر اقوم بالمهمه دي لان انا مكلف زيه وعندي نفس العلم. طبعا الناس لما سمعت جلال وهو بيتكلم بكل الثقه دي الطبيعي قالوا له بدون اي نقاش امرك يا سيدنا. وجلال خده عشان يغسله، هو طبعا ما يعرفش يعني ايه تغسيل، وبدات بقى الاخبار تتنقل ان التكليف بقى بتاع علم يحيى ده بقى مع جلال. وجلال بعد ما خلص موضوع الدفن والكلام ده كلم المحامي وجابه فعلا وخلص حكايه الاوراق وخد كل حاجه وظبطه طبعا بالتوت ومشاه. وبكده جلال حط ايده على ممتلكات يحيى كلها وحقق حلمه اخيرا، وبدا ان هو يستعمل الحاجات اللي علمها له يحيى يعني، وطبعا ذكائه كان مساعده في الفتره الاولى ان هو يعدي الحاجات دي، وبدا ان هو يتاجر بعقول الناس وبيكذب عليهم. وبعد كام سنه يا جدع جلال بقى ليه اسم وصيت وبقى تقيل جدا في المجال بقى، ومحدش يعرف يتكلم معاه من كتر شهرته، وبقى عنده كل حاجه بيتمناها، لدرجه ان هو بقى يساعد اهله واشترى لهم بيت جديد كبير وجوز اخواته الولاد كلهم، حتى اخته اللي ما كانش حد بيبص لها بقى كل يوم بيجي لها عرسان عشان دي اخت البركه، ووالده ووالدته قعدهم في البيت وجاب لهم خدامين. بس طبعا كل ده ما كانش بر للوالدين ولا جدعنه، ده كان عشان البرستيج والمظهر قدام الناس ان هو بيبر بوالديه وان هو مش عارف ايه وبركات بقى. بس رغم كل الشهره وكل الفلوس وكل الحركات اللي حصلت له دي، بس هو للاسف لسه ما اتجوزش اصلا وعدى الاربعينات كمان. ولما والدته جت وكلمته في موضوع الجواز صدها جدا وقال لها ان هو مش جاهز للخطوه دي وان هو بيفكرش في الموضوع ده. بس والدته لما تمشي في المحادثه دي يعني قالت له كلمتين خلته يغير تفكيره، عرفته انه كل العز والمال والغنى اللي هو فيه ما يجيش قصاد متعه بس ان يشوف ابنه، ولا متعه ان مراته وعياله يبقوا حواليه وان دي احسن ملذات الارض. فطمع وجشع جلال ذا دكتور ان هو عايز كل الملذات وعايز كل حاجه ليه، فبدا يفكر ازاي يملك الملذات الجديده دي ويدوق طعمها هي كمان. وفعلا تاني يوم الصبح جلال ما استناش، هو كده كده بص قعد كام سنه عقبال ما يلم الثروه ويعمل اللي عمله، فما بيحبش يضيع وقت خلاص. فكلم والدته فعلا وقال لها ان هو موافق على الطلب اللي هي طلبته، وان هو صلى استخاره بقى وجاله الموافقه ان هو يتجوز. وقال لوالدته
ودوري لي على عروسه مناسبه. ساعتها جت والدته حاطه عينيها على بنت، اصلا بنت جارتهم سماح اللي هي كانت السبب في دخوله في الليله دي كلها في الاول خالص. وجلال طبعا ما ترددش وراح يشوف البنت، عجبته فعلا واتجوزها وبتاع. كان اسمها نور الهدى، تحس اسمها زي حضانه، فاهمني، حضانه نور الهدى. المهم نور دي كانت اجمل بنت في القريه، بس ما كانش جمالها هو اللي بيميزها عن غيرها وبس، لا هي كانت طيبه جدا وذكيه جدا في نفس الوقت، بغض النظر ان اهلها طبعا جوزوها لجلال الدين عشان خاطر فلوسه وشهرته وكده، وان هو اكبر منها بكتير، هي 15 سنه وهو فوق ال40. بس رغم كده نور برضه قبلت الجواز عشان عارفه ان هو راجل تقي ويعرف ربنا وشيخ بقى وكل الناس بتحبه ليه كراماته. رغم ان نور ما كانتش من اللي هي بتحب الفلوس والكلام ده، لا، ولا حتى بتحب المظاهر، كان الفلوس بالنسبه لها حاجه بتقضي الغرض. ونور يا جدع كانت لسه صغيره مش فاهمه حاجه في الدنيا قوي يعني، ده غير ان هي مش متعلمه اصلا، رغم ان هي بتحب العالم جدا. ونور حبت جلال جدا على اساس ان هو الشخص اللي هيخرجها من جهلها ويوديها للعلم، وهيكون بقى السند والعون ليها، وان هو هيحفزها ان هي تقرب من ربنا اكتر يعني. بس كان كل ما الوقت يعدي عليها وتكبر وتنضج اكتر، كانت دايما بتحس ان في حاجه غلط بتحصل. هي فعلا مش متعلمه ولا حاجه وجاهله، بس كانت قريبه من ربنا قوي، وكانت بتعبد ربنا باللي هي تعرفه، سواء صوم وصلاه وزكاه والحاجات العاديه. كانت طيبه وكويسه جدا وبتحب الخير للكل، وفعلا حملها اتاخر، بس هي فضلت تقرب من ربنا اكتر وتدعي له وتدعي 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 ان ربنا يحقق لها حلمها وتبقى ام. وجلال كان دايما بيصبرها اصلا، ولا ده امتحان من ربنا يا حبيبتي، ربنا بيختبر صبرك وعايزك تقربي منه. بس الصراحه رغم كل جشع وطمع جلال الدين، بس هو كان بيحب نور او حبها، وكان يتضايق جدا لما حد يلمح على موضوع ان نور ما بتخلفش واتجوز حد غيرها، وكان بيرفض. وكمان كان يتضايق جدا وممكن يهد الدنيا لو شاف دمع في عينيها، كان بيعملها زي ما تكون بنته بالظبط. بس في حاجات تانية كان بيعملها ان هي مراته يعني، قليل ادب، عشان هو كان دايما شايف نور الحاجه النظيفه اللي باقيه له اصلا، وان هي الحاجه الوحيده اللي بتحبه من غير اي مقابل. بس رغم كل الحب اللي ما بينهم ده، نور ما كانتش قادره ان هي تعمل عبيطه عن ان في حاجه غلط بتحصل، ومش عايزه تكدب احساسها اللي عمره ما خاب منها اصلا. كانت بتاخد بالها ان كل ما جلال يخش عليها وهي بتصلي تلاقيه متصربع كده ومتعصب وبيقعد يسب كمان. وكانت لما تساله هو انت ليه بتخرج متصربع ومتضايق ومتعصب كده، يقول لها انا بس مش عايز اقطع خلوتك مع ربنا. وكانت كل ما تساله تقول له انت صليت، يقول لها صليت في المسجد مع الناس. وكان دايما كل ما يشوفها بتذكر ربنا او كده يبتدي ان هو يشغلها ويبتدي عايز يبعدها عن اللي هي بتعمله. وكان يوميا بينام وهو نجس مش طاهر نهائي. وكانت كل ما تساله سؤال في الدين عشان تتعلم من خبرته اكتر، تحس ان هو بيتهرب منها او بيجاوبها الاجوبه اللي في النص اللي اي حد عيل صغير حتى عارفها. الموضوع خلى نور بدات تتضايق وتحس ان هي عايزه تنفر منه، لدرجه ان هي بدات تخاف منه كمان. كان بيتعامل مع الناس بوش وفي بيته بوش تاني خالص. تقدر تقول يا جدع ان هو عرف يخدع الناس كلها بس ما عرفش يخدع نور. ومع الوقت بدا ينكشف لها جهله وان هو مش فاهم حاجه، وبدات نور شويه بشويه تفكر ازاي تبعد وتمشي. بس القدر بقى يا جدع ما حبش ان هي تمشي. نور فجاه تعبت فجاه، نور فجاه تعبت فجاه، انا قلتها مفاجاه. المهم نعديها على غفله وما كانتش عارفه مالها. فلما شافها جلال الدين تعبانه خلاص فلما شافها جلال الدين تعبانه جري على والدته رغم الشغل اللي عنده بقى والحركات. والدته جابت الست الدايه ورجعوا لنور. واول ما خرجوا من عندها نور سمعت حماتها وهي عماله تزغرط وعماله تقول لجلال مبروك انت هتبقى اب. ساعتها نور اتصدمت، ما بقتش عارفه تفرح ولا تزعل. بدات تسال نفسها طب ليه في الوقت ده، وجاوبت على نفسها بنفسها وقالت ان دي مشيئه ربنا واكيد عنده حكمه في الموضوع، وهو مقدر لها ان تكمل معاه وتخلف منه كمان. فنور قررت ان هي تتجاهل احساسها وتكدبه كمان، وحاولت ان هي تكمل وتفرح بحملها وكده، وتحاول تساعد جوزها جلال ان هو يقرب من ربنا. وهي بتفكر في الكلام ده لقت جلال الدين داخل عليها اصلا وبيترمي على الارض وبيمسك ايديها وعم فرحان بقى وبيعيط وبيكهكه وبيمحمح وبيبوس ايديها وبيحسس على وركها وخارب الدنيا يعني. وقعد يقول لها اخيرا يا نور عيني، اخيرا يا مزه، اخيرا حلمنا هيتحقق. وعم حاطط ايده على بطنها وقال لها هنا ابننا، حته من قلبي وقلبك يا قلبي انت يا قلب العسل. وكلها كام شهر وعمال بقى ايه يلعب في بطنها كده، بيسلي الواد ما تفهمش ولا بيعمل ما تفهمش بيعمل ايه، عمال يلعب كده. وعمل لها وهنشيله بين ايدينا بعد كام شهر. ساعتها نور شافت جلال الدين لاول مره يعني تشوفه بيعيط. فنور حست ان ده الوقت المناسب ان هي هتقدر تساعد جلال، وحست فعلا ان جلال بيحبها زي ما هي بتحبه، رغم ان في عز فرحته دي كلها ما سمعتش منه مثلا بيقول الحمد لله ولا بيشكر ربنا. ساعتها متبصله قالت له توعدني يا جلال؟ قال لها اموريني يا نور عيوني يا ست البنات والدنيا كلها كله تحت رجلك واديني قاعد جنب منك. قالت له توعدني اول ما نولد تاخدني ونروح للحج انا وانت وابننا. فجاه لقيت ملامح الوش بتاع جلال كده اتغير وكانه ايه بيشتغلها يعني، وقام مديها الابتسامه الكدابه. قال لها
حاضر يا روحي طبعا، حتى لو معرفتش اوديكي انا هودي امي معاكي طبعا. وساعتها يا جدع صوت احساسها بدأ يعلى تاني بعد ردة الفعل اللي حصلت من جلال الدين، وقالت له من غير ما تحسسه ان هي خايفة منها: ربنا يكتبها لنا ان شاء الله يا حبيبي. وبصيت له كده وكانت مستنية تسمع منه كلمة امين عشان تبرد نارها يا حبيب قلبي. بس المشكلة ان جلال ما كانش بيعرف يكتب قدامها، وملامحه كانت باينة جدا ان هو خايف ومتردد في الكلام. وقامت قايله له: بس عايزين نعمل ندر وده شيء مهم يا حبيبي. قال لها: ايه هو يا روحي؟ قالت له: اللي احنا نذبح عجل كبير ونذبحه بايدي وبايدك ويكون لوجه الله تعالى، ونعزم عليه كل الفقراء اللي في القريه. وساعتها جلال ما كانش قادر يتردد اكتر عشان ما يتفضحش اكتر من كده، وقال لها: بس كده يا عيون قلبي السهرانين، بكره يكون العجل موجود. وقام خارج جلال الدين من قدامها بسرعه كانه بيخبي ملامحه ومش عايزها تاخد بالها ان هو بيكذب يعني. ونادى على الناس اللي شغالين عنده وقال لهم: من بكره الفجر يكون العجل عندي. وقام سابهم ودخل هو اوضه العباده بتاعته، او زي ما بيسميها محرابه، وقفل على نفسه وبدا يفكر في الورطه اللي هو ورط نفسه فيها دي. لان جلال الدين كان اكتر واحد عارف يعني ايه هيذبح لوجه الله، وكان عارف ان هو لو عمل كده الاسياد بتاعه الجن هيتضايقوا منه مش بعيد ياذوه، ان ما كانش هيأذوه هو ومراته وابنه كمان. بالذات ان السحرة اكتر طلب بيطلبوه ان الناس تذبح لوجه غير الله. بيقعدوا يحوروا عليهم بقى: وهات مش عارف ايه، وهات فرخه ميته، والحاجات اللي هي الغريبه اللي احنا بنسمعها. او اقولها لكم زي ما ليليان كاتباها: بيقولوا لهم هاتوا بطه متطلقه، او هات وزه متخانقه، لا هات وزه متخانقه مع جارتها، وهات ديك اسود بياكل سوشي، واي هبل. المهم بيقنعوهم ان الذبح ده لوجه الله وعلى نيه قضاء الحاجه يعني. ما هو الناس ضعاف النفوس يا جدع، لما بيروحوا لساحر ولا مشعوذ عشان يطلبوا شويه طلبات في الدنيا ملهاش لازمه اصلا، هم ما يعرفوش ان مساعد القرين بتاعهم بيعرف كل حاجه. وطبعا لازم يكون في مقابل قصاد المقابل، وطبعا المقابل بيبقى هدف الشيطان الاول والاخير ان الناس تشرك بالله اعوذ بالله يعني. وطبعا علشان ده يحصل هم عندهم 1000 طريقه ممكن يعملوا بيها، واشهرها ان هم يقدموا القرابين للشياطين زي ما كانت بتقدم القرابين للالهه زمان، اللي هو التماثيل والاصنام وكده. ده مثلا ممكن يبقى بالحاجات الغريبه اللي هم بيطلبوها عشان تتذبح. ممكن الساحر يطلب منك انك تفديه بدمه مثلا، وتقطع جرح في ايديك تنزل شويه دم. وطبعا بيبقوا بيقنعوا الناس ان الكلام اللي بيحصل ده عشان خاطر السحر او الحسد او مهما كان ايه الشيء اللي جواهم يخرج. واوسخ شيء طبعا ان الساحر ولا المشعوذ لما بتعجبه واحده بيقنعها ان هي عندها مس شيطاني او جن عايش، وبيقول لها لازم توهبي نفسك للاسياد يا مزه. وبيفهمهم ان الاسياد مش بتختار اي حد كده وخلاص، لازم تكون وتكه. ويروح عامل علاقه معاها، علاقه سيئه السمعه طبعا انت فاهمها. وبعد كده يقول لها ان الاسياد قبلوا يساعدوكي، بس لازم تلبي رغباتهم طبعا يا مزه. واوقات بتوصل الوقاحه للساحر والمشعوذ ان هم يهددوهم كمان ان لازم يعملوا كده، وبكده تكون الست باعت نفسها وباعت شرفها كمان لابليس والعياذ بالله. وبكده كمان بقت جاريه عنده مش مجرد زنت وخلاص. وللاسف ان النوع ده اكتر انواع الستات اللي بيروحوا للسحره والمشعوذين والكلام ده. وكان لازم جلال الدين يدور على اي حاجه يعملها، المهم ما يذبحش هو بايده زي ما نور طلبت منه. ساعتها قام واخد شويه بخور من اللي جنبه ورماهم في جمره النار اللي قدامه، وبص للنار كده وقال هو ده الحل الوحيد. وقام فارد ايديه وقام رازعها في جمره النار، وقام مصرخ مسمع البيت كله صريخته. ساعتها نور سمعت صوته وجريت عليه وهي بتدمع قبل ما تشوفه اصلا، وقامت ايه قالت له: ليه كل ده؟ عشان ايه كل ده يا جلال؟ ساعتها جلال بعد وشه من وش نور وقام قال لها: ودوني لاقرب مصحه. ومن ساعه الموضوع ده عدى شهر والتاني والتالت لحد ما خلاص نور هتبدا تولد. وطول فتره حملها يا جدع كانت بتحاول ان هي تبعد جلال عن اللي هو بيعمله ده، وفي نفس الوقت بدات ان هي كمان تبعد وما تسالوش هو بيعمل ايه ولا بيشتغل في ايه. وفي يوم يا جدع وكالعاده كان جلال عنده جلسه طرد الارواح وكده، وكان هيطرده من واحده ست. وفي الجلسات دي ما كانش بيسمح ان اي حد يخش عليه ولا حتى يقرب من المجلس بتاعه مهما كانت الاسباب. محدش ينفع يقرب، اوعى على يرجع عليه. عارف يروح ماسك المطوه الغزال ويفتح يعمل خط يقول لك اللي قاعد دي ده ها ماشي طيب. والمجلس بتاعه كان في اخر البيت الكبير بتاعه يعني، وبيفصل بين المجلس وبين بيته حته زراعيه كده شويه يعني، حته جنينه بس كبيره. والمساحه دي كلها ما كانش بيبقى فيها نور نهائي. والمجلس ده كان ليه باب تاني بيودي بره البيت، ده اللي كان الناس بتخش منه وتخرج منه. وفي اليوم ده نور قررت ان هي تكسر كلام جوزها، وده كان المره الاولى ان تكسر كلام جوزها، وحبت ترضي فضولها وخوفها وشكوكها كمان. كانت عايزه تعرف ان جلال يستحق يبقى ابو ابنها ولا لا. فضولها كان بيقول لها لازم تعرفي طبيعه شغله بالظبط. كان نفسها تعرف ازاي بيقدر يساعد الناس دي، وهو اساسا عاوز مساعده، وايه اللي بيحصل بالظبط. وفعلا نور اتسحبت بين الشجر في الضلمه كده، وكانت عماله تدعي بينها وبين نفسها ان يكون احساسها غلط، وان كل اللي بتفكر فيه ده مجرد وهم. وقربت من باب المجلس اللي كان عامل زي باب القلعه بالظبط، وبصت من خرم الباب عشان تشوف اللي بيحصل. وهنا كانت الصدمه يا جدع، شافت جوزها جلال وهو منايم الست على الارض، وكان
بيزفلط وبيقول طلاسم وهو بيعمل قلة الأدب دي. وكان حواليه 10 أشخاص وعمالين يلفوا حواليهم ولابسين زي الأغطية دي اللي بنشوفها في الأفلام، ما كانش باين منهم أي شيء ولا ضفر رجلهم حتى، تحسهم أشباح عمالة تحوم حواليهم هم بيعملوا قلة الأدب. ساعتها نور خافت من المنظر اللي شافته ده، وجلال الدين بص ناحية خرم الباب وعينه جت في عينيها. ساعتها نور شافت وشه كويس، وشه في اللحظة دي يا جدع ما كانش طبيعي، كان أبشع حاجة ممكن يشوفها إنسان أصلا. وده كان بسبب إن جلال كان في حالة تلبس أصلا، مش هو اللي بيعمل كده، هو مجرد جسم بيخدمهم عشان يعملوا اللي هم عايزينه. بس جلال الدين كان بيحب نور، ومن ساعة ما اتجوزه وهو مبطل يعمل ألاعيب الستات ويعمل معاهم حاجات وكده وما بقاش يعمل الكلام ده. ونور في هدوء تام يا جدع بدأت ترجع خطوات لورا وحاطة ايديها على بقها ومش مصدقة اللي هي شايفاه. فجأة حست ان هي خبطت في حاجة في ظهرها، وفي وسط الضلمة دي كلها وعلى نور القمر لقيت ال10 اللي بيلفوا حوالين جلال بقوا هم اللي وراها. وسبحان الله في اللحظة دي نور صرخت بعلو صوتها لان كان الطلق نزل عليها. ساعتها جلال الدين خرج من المجلس، ونور كانت عماله تصرخ من خوفها منه وعماله تقول له ابعد عني ما تلمسنيش، وعماله تعيط وتقول له ارجوك سيبني. والوقت كان متاخر يا جدع، وبيت جلال بعيد عن القريه شويه، والوضع ما كانش يسمح ان هو يسيبها ويروح يدور على حد يولدها، فما كانش قدامه غير حل واحد، ان هو يولدها بمساعده الجن اللي معاه. وكانت افظع ولاده ممكن تتخيلها اي ست. وعدت الولاده ما بين خوف نور وما بين وجعها وتعبها، بس بعد ما ولدت استسلمت خلاص وراحت في النوم. بس شفت يا جدع اما الواحد ينام وهو خايف اصلا بيبقى دايما ما بين الحلم واليقظه، ما بيعرفش ينام كويس، بيبقى عقله شغال وبيسمع كل حاجه حواليه. نور كانت في الحاله دي ما بين الادراك والوعي التام، وساعتها سمعت الصوت نفسه يخوف بيكلم جلال الدين وبيقول له ان تهب لنا تسلم ويسلم ويكون لك من السلطان ما كان لك من قبل ويرثك من بعدك ويكمل مسيرتك ونحن خدام له وله الامر والنهي ولنا الطاعه. بس جلال الدين كان رافض، ما كانش حابب ان ابنه يعيش نفس حياته، غير ان بالنسبه لجلال انه مأمن لابنه حياه ومستقبل بقى وفلوس وحركات. بس ونور وهي بتسمع الجدال اللي شغال ده راحت في النوم. ومن ساعه ما صحيت من النوم يا جدع وهي بتكره جوزها وبتكره اليوم اللي شافته فيه، وحياته اتحولت لجحيم. ومع مرور الوقت الولد كان بيتعب يوم عن يوم وبيجيله نوبات صرع ومس شطوني وحاجات غريبه، وجلال كان يوم بعد يوم بيضعف، ومراته طول الوقت بتحمله مسؤوليه ابنه، وسمى ابنه ادريس. وفضلوا على الحال ده يا جدع لحد اما ادريس الصغير بقى عنده سنه. نور عرضت ادريس على دكاتره كتير جدا ولا واحد فيهم عرف يعالجه. وفي ليله انتصاف القمر دي، الليله اللي هي بتاعت الصحراء يعني اللي بيقدموا فيها القرابين وكده، وده كلام ليليان يعني، خد ابنه ودخل بيه المجلس بتاعه. وده طبعا بعد ما نور نامت غصب عنها لان اداها منوم، بس هي كانت مش قادره تتحرك، بس شايفه جلال الدين وهو بياخد ابنه ادريس من قدامها. وبعد ما جلال الدين خد ادريس ودخل المجلس نيمه في نص المجلس كده، كان محضر حاجات كتير اصلا، حاجات مش معروفه، وبدا الطقوس بتاعته. وساعتها قدم ابنه قربان عشان يسلم من اذاهم، وفي نفس الوقت عشان ابنه يبقى عنده شأن عظيم. وبدا كلامه بطلاسم بيمجد فيها ابليس وبيقول كلام غريب. والمراسم اللي كان بيعملها دي كانت قويه جدا، وكانت دليل على قوه جلال وان هو قوي جدا في اللي بيعمله دلوقتي. وحضر المراسم دي عدد كبير جدا من الجن السفليين والاسياد، وفعلا تم القربان وخلص. وكمان الجن قالوا لجلال ان هم متنبئين مستقبل عظيم لادريس ابنه، وان هيكون عنده شأن وشهره اكتر من اللي عاشها جلال. وبدا ادريس يكبر يوم بعد يوم، وكان جلال ما بيفوتش جلسه ليه الا لما ياخد معاه ادريس. والحال ده كان مزعل نور جدا، كانت دايما مكسوره وضعيفه قدام ابنها ومش قادره تساعده، تعمل نفسها نايمه وتقفل الاوضه على نفسها، تعمل نفسها ان الواد تعبان، تعمل نفسها ان الواد ما بعتته مشوار مش عايزه تخلى ابوه ياخده، بس ابوه كان رزل وكان جلال بيستناه مهما حصل ولازم ياخده معاه. وفي يوم يا جدع وكالعاده يعني كان جلال بيعمل الطقوس بتاعته في المجلس بقى، وكان في ناس كتير حاضره كمان. ساعتها ادريس ابنه جري على الطبق اللي فيه جمر النار ده وكان عايز يحط ايديه فيه. جلال ساعتها خاف على ابنه وجري عليه، وطبعا ده شيء غلط ان الطقوس تكون شغاله وتتقطع مهما كانت ايه الاسباب، ودي بتبقى بالنسبه للجن اللي موجود اهانه كبيره ليه. حتى لو خدت بالك يا جدع دايما بنسمع عن ناس كتير اللي اتجنن اللي مات اللي اتشقلب بسبب ان طقوس التحضير بيبقى فيها حاجه غلط او بتتقطع او ما بيكملهاش، فالعقاب وقتها على طول بيبقى الموت، بيبقى حاجات كتيره كده. بس بسبب لهفه جلال الدين على ابنه نسي كل ده وجري على ابنه وعايز يلحقه، وقام لاحق ابنه واخده في حضنه. ساعتها لقى الناس الموجوده كلها عمالين يقولوا ربنا نجاه الحمد لله، وهو من غير قصده هو كمان قام شاكر ربنا ان هو لحق ابنه. في اللحظه دي يا جدع اما شكر ربنا كان واقف لسه جنب طبق جمر النار، كان لابس جلابيه قصيره كده لزوم الجدعنه يعني، اللي هو راجل تقي وبيمشي على السنه وحركات. واذ فجاه يا جدع الجمر يتحول لنار والنار تروح ماسكه في جلابيه جلال. ساعتها قام رامي ابنه بعيد عن النار، والنار عماله تعلى كأن حد عمال يحط لها بنزين. وفي خلال الكام دقيقه دول كان الناس كلها عماله تحاول تطفي جلال من النار، بس النار ما سابتوش الا لما خدت روحه. والناس قعدت تكبر وتقول ان
الشيطان كده اقوى، وان المسكين الشيخ جلال عشان خاطر بينقذ المساكين فالجن انتقم منه بالشكل ده. كانوش يعرفوا ان الجن الغلطه معاهم بكفر، وان اسهل حاجه عندهم ان يستغنوا عن اي حد شغال معاهم ويجيبوا غيره. مفيش اسهل من كده. الناس اللي نفوسها ضعيفه كتير يعني. والناس خدوا جلال ودفنوه وعملوا له بتاع قبر، والقبر بقى مزار كمان، وبقوا يروحوا القبر بتاع الشيخ جلال عشان يتباركوا منه زي الشيخ زي الشيخ يحيى ما كانوا بيتباركوا منه. وادريس ساعتها يا جدع كان لسه صغير ومش فاهم اي حاجه. والصراحه نور فرحت وقالت كويس عشان اعرف اعيش ابني كويس واحافظ عليه. وساعتها اتبرعت بكل فلوس واملاك جلال للفقراء وللمحتاجين، ورجعت عاشت مع اهلها تاني هي وادريس. وطبعا القريه كلها كانت بتحبها بسبب المساعدات اللي عملتها والفلوس اللي صرفتها عليهم، وما بقاش وراها غير ان هي تربي ابنها وتكبره. بس مع الوقت يا جدع ادريس وصل ل 14 سنه ودخل في سن المراهقه بقى. وانت سيدي اللي عارفين عن فتره المراهقه والتلزيق طبعا، وزي اي عيل ملزق كان بيجيله افكار بنات وحوارات بقى حركة مراهق بقى، ودي اكتر حاجة بيفكر فيها العيل الملزق. وبدأ الموضوع يتطور مع ادريس ويصاحب بنات، والغريبة ان كان اي بنت بيكلمها كانت هي اللي بتستدرجه للغابة اللي في اخر القرية. تخيل بقى. والغابة اللي في اخر القرية دي كان فيها زي كهف كده، هو كان دايما بيروح له وياخد البنات دي معاه اللي بيتغرغروا بيه ويعمل معاهم كل ما يشتهيه الولد الملزق المعفن. والوضع ده كان عاجب ادريس جدا، وفضل على الحال ده كتير، ومش كتير بس ده كذا سنة كمان. يوميا يروح الغابة مع بنت شكل عارفش جايب الصحة دي منين، بس ملناش دعوة. وفي يوم يا جدع وزي عادته وهو راجع نص الليل من الغابة، انت فاهم بقى صحته جايبة، شاف حمارة كده مربوطة في شجرة، فقال لنفسه اكيد دي بتاعت واحد ملزق برضه وبيعمل المصلحة جوه. وقام ضحك ضحكة خبيثة كده تفكرك بجلال اصلا. وطبعا ادريس بقاله كام سنة ربنا اديله الصحة خارب الدنيا، فما كانش فارق معاه ان هو يسرق كمان يعني. جت على دي وقال اخد الحمارة واركبها، يركبها عادي ها هو مش داخل في اي حاجة، ويرجع بيها بدل ما ابن كبد امه تعب مش قادر يمشي يعني، مش هيقدر يرجع ماشي خلاص بقى جاب اخره. وفعلا ركب الحمارة يا جدع. وما بين الغابة والقرية كان في زي تلة صغيرة كده بتفصل ما بينهم. اول ما الحمارة وصلت عند التلة دي وقفت وما رضيتش تتحرك. طبعا جلال قام مطلع الخرزانة اللي معاه وقام مديها في القلة مرتين، بس برضه ما رضيتش تتحرك. راح مديها على التوتة مرة كمان بس بقوة بقى شوية. وفجأة جدع لقى الحمارة بتلف وشها لحد اما وشها بقى في وشه، وقالت له أتحسبني دابة يا هذا كي تضربني وعلى التوتة أيها المغفل الملزق، أنت عبيط يا. في اللحظة دي يا جدع إدريس حرفيا جاله صرع من اللي شافه من كتر الخوف، وإن الدم جمد في عروقه لقى نفسه أغمى عليه. وفي نفس اليوم ده يا جدع بعد ما طلعت الشمس كانوا الفلاحين بتاع القرية يعني بيخرجوا عشان يشتغلوا، وفي طريقهم شافوا إدريس وهو مرمي على الأرض ومغمى عليه. ساعتها شالوه وجروا بيه على بيت الست نور. ساعتها نور اصلا اتفزعت لانها كانت فاكره ان ادريس نايم فوق، ما تعرفش ان هو كل يوم بيسهيها وعنتره بن ادريس، ولا ادريس ابن عنتره ده ولا ايه بالظبط. المهم نور بدات تصحيه، بس خافت جدا لان ادريس من ساعه ما صحي وتحس ان عقله خف. اول ما صحي يا جدع قام رازع نور بالقلم وبدا يصرخ ويشتم الناس اللي حواليه، وعمال يتنطط ويكسر اي حاجه تقرب منه، واي حاجه يكسرها يقعد يدبدب عليها برجله، مش فارق معاه وجع ولا فارق معاه اي حاجه. ساعتها نور فهمت ان اللي بيحصل له ده بسبب اتباع جوزها وهم اللي بيعملوا فيه كده، وحست ان هم مش هيسيبوه في حاله. ما كانش قدامها حل في الجنان اللي هو فيه دي غير ان تقول للرجاله اللي جابته ان هم يربطوه في الشجره اللي في وسط البيت. وبعد ما ربطوه في الشجره مشي الرجاله وهي قعدت تعيط وحزنانه على اللي بيحصل لابنها، وبدات تداوي في الجروح بتاعته. وفضل ادريس على الحال ده يا جدع لمده 3 سنين، مش مربوط في الشجره 3 سنين، فضل على حاله الجنان اللي هو فيها ماشي. وكان كل ما يتعصب وما يرضاش ياكل ولا يرضى يعمل اي حاجه، نور كانت بتحاول تساعده وتبتدي تقرا عليه قران الرؤيه الشرعيه وهكذا. وكانت كل ما تقرا قران صوت ادريس بيعلى ويبدا يشتم ويسب فيها، لدرجه ان هو كان بيشتم الدين نفسه وباقذر استغفر الله العظيم يعني. وكان بيقعد يتنطط زي القرود ويقعد يطلع صوت الهو كده زيهم اللي هو الزعيق بتاع القرود ده. وكانت كل ما تربطه يحاول يفك نفسه لحد اما ايده وجسمه يجيبوا دم. ونور كانت دايما بتفضل قاعده جنبه وتحاول تكلمه وتحاول ترجع له عقله. وهو كان كل كام يوم تحس ان هو عاقل كده ويقعد يتكلم مع امه ويحكي لها على البنات اللي بتجيله ويحكي لها عن كل اللي كان بيعمله، وفجاه يتجنن تاني. وكان دايما بيقول لامه ان هو مش حاسس بتأنيب ضمير ولا حاسس ان هو بيعمل غلط. المشكله ان نور كانت فاهمه كل حاجه، لان هي عارفه ان مفيش بنات في القريه بالمواصفات دي، وان اللي ابنها كان بيغلط معاهم يوميا دول كانوا جن اصلا مش بشر. وكان كل ما بيفوق من الجنان اللي هو فيه يقعد يترجى امه ان هي تفكه وان هي تسيبه يتمشى شويه يشم هوا. وكان دايما بيوعدها ان هو هيخرج يشم هوا ويرجع تاني. وكان دايما يا جدع لما تسيبه تخرج يشم هوا يرجع لها بهيئه غير الهيئه اللي ماشي بيها اصلا. دايما كان بيخرج نضيف ولابس كويس وريحته نظيفه، لان رغم كل اللي كان بيحصل له كانت الست نور مهتميه بيه يعني. بس لما
كان بيرجع يا جدع كان بيرجع متبهدل وريحته نتنه وشكله معفن، والسبب ان هو كان كل ما بيخرج من البيت كان بيدور على اي حاجه نكسه او نتنه ويقعد ياكل فيها زي الزباله مثلا والبيبي بتاع البهايم. عارف طبعا كلمه بيبي معناها ايه؟ الخرا بتاع البهايم. حتى لو كان في حيوانات ميته كان بيقعد ياكل فيها، لدرجه ان هو كان بيتخانق مع الكلاب على الاكل في الزباله. وبعد الثلاث سنين اللي كانوا عذاب لنور اكتر ما كانوا عذاب لادريس بدا يفوق كده وتحس ان عقله رجع له وبدا يرجع انسان طبيعي بدون اي تدخل طبي او روحاني حتى. وطبعا نور كانت فرحتها في السما ان ابنها رجع لها وابتدى يبقى عاقل. وبعد فتره من ان هو ابتدى يبقى عاقل ادريس قرر ان هو عايز يدور على شغل، بس طبعا لازم يدور في قريه تانية لان القريه بتاعتهم كلهم عارفين ان هو مجنون ومحدش هيرضى يشغله. ده غير ان في ناس بتقول ان الجن الصالح هو اللي بينتقم فيه عشان خاطر كان سبب ان يموت الشيخ جلال، والناس تانية تقول الجن ظهروا له عشان يساعدوه ويخلوه زي ابوهم بس هو عيل خرع ومعرفش يعمل الكلام ده. وقصص اكتر من كده، انت فاهم القصص اللي بتدور وكل كلام بيتزود عليه شويه. فهو عشان يتفادى الهبل ده كله قرر انه يخرج من القريه كلها ويروح يشتغل في قريه تانية. وفعلا على الفجر ادريس سلم على والدته ودعها وخد بعضه وطلع على القريه التانية وما ضيعش وقت وفضل يدور على شغل لحد ما جه الليل وهو قلب الدنيا ان هو يشتغل. وطبعا في القريه التانية مفيش فندق يقعد فيه مثلا، فما كانش عنده غير حلين، يا اما يلاقي حد يقعد عنده يا اما بيروح ينام في جامع. وطبعا ادريس ما كانش يعرف حد في القريه فقرر ان هو يخش ينام في الجامع. وفعلا دخل الجامع وهو قاصد النوم بس مش قصده اي حاجه تاني. ولما راح الجامع يا جدع قابل هناك امام المسجد يعني، وهو امام المسجد اصلا بيلم الناس فعلا ويقعدهم في الجامع وياكلهم يشربهم بيظبطهم يعني. وساعتها امام الجامع قرب من ادريس وقال له انت مين يا ابني ومين اللي حدفك علينا وجاي تعمل ايه هنا؟ فادريس قال له انا كذا ابن كذا وجاي بس عشان ادور على شغل. وطبعا امام الجامع اول ما سمع اسمه عرف ابوه اللي كان طبعا جلال اشهر من نار على العالم. وساعتها الامام قال له ده انت حد ربنا مبارك فيك وابن راجل من رجال الله الصالحين يعني، يا ابني انت في يوم هيبقى ليك شأن عظيم وهيبقى ليك جاه وسلطان. وقعد يشكر بقى في جلال الدين ويقول ان هو كان بيساعد المساكين وبيساعد الغلابه ومش عارف ايه وحاجات كده. فطبعا ادريس فرح لما سمع الكلام ده عنه وعن والده وحس ان هو فخور كده ان هو ابن راجل مبارك زي ده، لان طبعا نور كانت ما بتتكلمش على جلاله وبتبعد اي كلام عن ابوه. طبعا اي حاجه فيها سيره ابوه اخرس يا ولد. فهو ما كانش متخيل ابوه محبوب للدرجه دي وان صيته موصل لقريه جنبهم وقريه تانية وقريه تالتة وحد يعني. وساعتها ادريس اتمنى ان هو يبقى زي والده. وساعتها نام في الجامع وهو عمال يفكر انا ازاي ابقى زي والدي كده والناس كلها بتحبني وليا بركات. وساعتها يا جدع جاله راجل في الجامع طويل لابس ابيض في ابيض طول بعرض كده، من اخرها المعنى الحقيقي للهيبه او للديبو. وساعتها قال له اصحى يا ادريس. اول ما ادريس فتح عينيه لقى الراجل ده بيمد له ايديه كده وبيقول له الخاتم والسبحه والكتاب هما البدايه، والبدايه موجوده في مكان ضلمه هتلاقي فيه ريح شجر وموجود تحت منام ست الدار. ساعتها ادريس ساله قال له انت تقصد ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ساعتها الراجل لف ظهره وسابه ومشي وعينيه كانت متابعه الراجل اللي ماشي. ساعتها لقى حد بيخبط على كتفه وادريس فضل متابع الراجل بعينيه لحد ما لقى حد خبط على كتفه. اول ما بص وراه لقى امام الجامع وبيقول له يلا بينا عشان هنصلي الفجر. ساعتها ادريس ما كانش عارف هو اللي شافه ده حلم ولا حقيقه ولا كان ايه بالظبط. ساعتها ادريس فضل واقف كده متنح ومش فاهم اي حاجه. مره واحده قام واخد بعضه وقام ماشي خرج من الجامع وفضل يجري يا جدع لحد ما قابل اول مواصله ترجعه القريه تاني. وطول الطريق هو عمال يفكر في حاجه واحده، في العز اللي هيوصل له وان هو فهم الرساله. وادريس يا جدع كان فيه من ابوه جلال كتير فشخ يعني مش شكل وبس. واول ما وصل ادريس القريه بتاعتهم جري على بيته وقام فاتح الباب كانه حكومه داخله على البيت. ساعتها نور جريت على باب البيت بسرعه مخضوضه اصلا من اللي بيحصل، مين اللي هبد الباب الهبده دي. ساعتها لقيت ادريس واقف في نص الصاله وعينيه مبرقه وفي نفس مناظر جلال بالظبط، لدرجه ان نور خافت منه وفضلت واقفه في مكانها وثابته وحاولت ان هي ما تبينش الخوف بتاعها. وقالت له حبيبي الحمد لله على السلامه انت رجعت بسرعه. لقيته بيرد عليها بكل برود وقال لها مش وقته، بعدين روح هاتي لي الصندوق الخشب اللي فيه حاجه ابويا اللي موجود تحت السرير. ساعتها عملت عبيطه وقالت له صندوق ايه وايه الحاجات اللي بتتكلم عنها؟ انا اتبرعت بكل حاجات ابوك خلاص. قال لها بلاش الطريقه دي معايا، انت عارفه انا بتكلم عن ايه كويس، انا بتكلم على الصندوق اللي انت شايلاه اللي فيه خاتم وسبحه وكتاب ابويا. ساعتها نور قالت له والخوف بدا يظهر على الملامح بتاعتها، قالت له مفيش كتب يا ابني، انا حرقت كل حاجه خلاص ومفيش حاجه موجوده، والصندوق مفيهوش غير خاتم والسبحه وبس، لو عايزهم اجيبهم لك. ساعتها برق لها وقال لها انت برضه مصره تكذبي؟ قالت له احترم نفسك، انت مش واخد بالك انك بتكلم امك؟ وفي ثانيه يا جدع لقيته بقى قدامها رغم ان كان في مسافه طويله ما بينهم. ما تفهمش ازاي فجاه عمل تليبورت ووصل لها وقام ماسكها من وشها يا جدع وقال لها بقول لك ايه، هتجيبيهم ولا خليكي تخشي تجيبيهم غصب عنك؟ ساعتها نور ما كانتش شايفه غير حاجه واحده بس، نسخه طبق الاصل من جلال قدامها، واستسلمت للامر الواقع اللي هي فيه ودخلت فعلا وجابت الصندوق الخشب وقعدت تدعي ربنا وهي بتجيب الصندوق ان يساعد ابنها، وان هي ما قدرتش تساعده وان قوه
قوه الجن كبيره ومش عارفه تعمل ايه، وقامت خارجه ومدياله الصندوق يا جدع. واول ما اديته الصندوق قالت له اصحى يا ابني، احنا مجرد ضيوف فيها، هنقعد فيها شويه وهناخد بعضنا ونمشي. اعمل في دنيتك اللي يخليك مرتاح في السفر الاخير، انت رايح لحياتك التانيه، الحياه الخالده اللي بجد. ساعتها ادريس ضحك ضحكه بارده كده من غير ما يتكلم، وقام واخد الصندوق وقام داخل على اوضه. وفعلا يا جدع اما ادريس دخل الاوضه وفتح الصندوق لقى الحاجه اللي الراجل وصفها له في الحلم بالظبط. ساعتها قام واخد الخاتم وقام لابسه وقعد يبص فيه ويضحك زي المجانين. وبعد كده طلع السبحه اللي كانت عامله زي بذر الزيتون كده بس ريحتها حلوه، وكان معاها ازازه فيها عطر يعتبر نفس الريحه اللي في السبحه، وقام منقط على ايديه كده وفرك ايديه بيها. وتحت السبحه يا جدع كان فيه مجموعه كتب شكلها بتاعت طلاسم او سحر او حاجه زي كده، وكتب تانية مش معروف اساميها وملهاش جلد اصلا، محدش عارف ايه الكتب دي. ساعتها ادريس قفل الصندوق وخد حاجات ياكلها من البيت، وقام خارج بره البيت بالصندوق، وخد بعضه وراح على الكهف اللي كان بيروح ايام ما كان عنده صحه. وساعتها قعد يلم في شويه خشب وقام مولع فيهم وعمل شويه نار كده وقعد جنبهم وبدا يفتح الكتب عشان يقراها. وفضل على الحال ده يا جدع لمده 14 يوم. وفي اليوم ال15 كان حاسس ان هو خلاص وصل لمستوى حلو قوي في الروحانيات بقى وفهم في المواضيع دي، وهو طبعا كان موهوم. واول ما رجع بيتهم يا جدع في نفس اليوم بالليل، الراجل اول ما ظهر قال له ها خلصت يا ادريس؟ ادريس اصلا رد عليه من غير ما يتخض ولا كأن في حاجه حصلت، وقال له خلصت وجاهز لطلباتكم كمان. ساعتها الراجل ده سابه ومشي، واول ما خرج من الاوضه لقى في مجموعه من الجن ظهروا له وبداوا يقولوا له اطلب يا ادريس عايز ايه؟ قال لهم انا عايز ابقى زي والدي وعندي شأن عظيم وعندي خدم كتير واوصل لمكانته ومكانه اعلى منها كمان ومكانه ما يكونش حد وصلها قبلي. قالوا له بس هتحقق الشروط مهما كانت. قال لهم انا جاهز من قبل ما اعرف ايه هي الشروط. ساعتها قالوا له اول شرط ما تقولش حاجه انت مش قدها. ساعتها ادريس نزل راسه في الارض وقال لهم فهمت. قالوا له تاني حاجه خلوه لمده 40 يوم ما تشوفش فيهم ولا جن ولا انس. وبعد كده ثالثا ورابعا يا جدع وبقيه الشروط كلها بقى حاجات اللي هو هيعمل حاجات غريبه يعني، ويقطع في مصحف ومش عارف ويعمل ايه ويعمل بيبي على ورق وحاجات غريبه كده. المهم وبعد ال40 يوم دول لو اتنفذوا هيكون ممنوع دخول الجوامع الا لما يكون نجس، وممنوع انه يصلي الا لما يكون نجس، وممنوع يقعد في اي مكان هيتذكر فيه اسم الله، ومسموح له بشويه ايات من القران معينه عشان يقنع الناس ان هو حد صالح، وانه لو اضطر يصلي قدام حد لازم يستحضر الشيطان قبل ما يصلي ويصلي له هو. ولو الشروط دي كلها اتحققت هم هيكونوا خدامين ليه وهيكونوا تحت طاعته ومن غير اي تفكير يا جدع وبمنتهى القسوه والعفانه ادريس قال لهم انا موافق ما عنديش اي مشكله. ساعات الطمع بيعمل الانسانيه والجشع بيعمي بصيرته. الانسانيه اللي في الانسان بتتلغي لما بيدور على شهواته بس. من ضعف ايمان الواحد بينسى، وفي ناس بتنكر ان كده كده هو راجع له تاني، وبيبقوا عبد مال وسلطه وشهره وحاجات كده مالهاش 60 لازمه اصلا. مع ان الواحد لو فكر فيها شويه كده كده ميتين، ما كده كده راجعين لربنا، ليه كل ده؟ وبعدين دي من عندنا الناس اللي بتقعد تقول اللي بيموت مش عارف بيروحه بتتجدد ومش بتجدد. معلش بس بالراحه، من بدايه الخليقه لحد دلوقتي لو الروح بتتجدد كان الواحد عرف، كان على الاقل واحد يرجع يقول لك انا كنت ميت قبل كده. يا عم بقى ما تعصبوناش بقى، يا عم تعصبوناش بقى. يجيب لك كوره يقول لك الكوره دي ليها رجل صانع يبقى ليها صانع، انما الكوره الارضيه والكواكب وكل اللي احنا مش قادرين نستوعبه ده يقول لك لا ده جه انفجار. المهم يعني فعلا يا جدع ادريس وافق على كل الشروط، وفعلا بالليل لم الحاجات اللي المطلوبه منه وقام راجع على المغاره ولا الكهف ده، وحجز نفسه هناك لمده 40 يوم. عاش فيهم عيشه حتى البهايم ما ترضاش على نفسها. بس هو كان عنده مرض خبيث، مرض الجشع، فما كانش فارق له اي حاجه في الدنيا تاني غير ان هو يوصل لهدفه. فعلا فضل 40 يوم بيعمل حاجات يتهزلها جبال يا جدع. وبعد ما ال40 يوم خلصوا خرج من الكهف ولا المغاره دي. كانت الدنيا ليل وهو كانت هيئته مرعبه اصلا، وريحته تقرف الكلب، وشكله ما تحسش ان هو انسان، تحس ان جن ماشي على الارض. رجع البيت طبعا. اول ما خبط على الباب نور فتحت له، اتخضت اما شافت المنظر بتاعه المعفن ده، لانها شافت قدامها وش جوزها اصلا، شافت وش جلال الدين ما شافتش ابنها. ايام ما شافته بنخرم كده وشافته على هيئه الشيطان، هي يعتبر شافت ادريس نفس الشكل، وكأن المشهد بيكرر نفسه. وحطت ايديها على بقها وبدات ترجع خطوات لورا من كتر الخوف، لدرجه ان هي وقعت على الارض ولمت نفسها كده في ركن وبقت متكمكمه كده وهتعيط ومش قادره تعمل حاجه. وساعتها هو جه وقام قاعد على ركبه قدامها كده وقام ماسك وشها وقال لها افتحي عينيكي. والنور بدات تترجى وتصرخ ان هو يسيبها في حالها، وقعدت تقول له ارجوك يا ابن امك اللي عمري ما هاذيك وطول عمري بحبك. ساعتها لقيته هو عمال يضحك وفرحان بخوفها ده، وبقول انت ما تعرفيش انا حاسس بايه دلوقتي، وبوعدك ان الكل هيحس نفس احساسك ده. وضحك كانه وحش بيتغذى على خوف الناس اصلا. وتاني يوم يا جدع
ادريس استحمى ولبس احسن لبس، وطبعا منسيش الخاتم والسبحه بتاعت ابوه، حتى العطر بتاع ابوه حطه على نفسه، وطبعا من غير اي نقاش بعد ما استحمى نجس نفسه وخرج في اذان العصر وراح الجامع بتاع القريه. ودخل الجامع يا جدع بقى بهيبه كده بقى، فاهمني، اللي هو انا جامد فشخ عليه، خلاص بقى عنده خدام بقى وخاربها بقى، لدرجه ان الغرور كان باين عليه. واول ما دخل الجامع بدا يسلم على الناس، والناس بقت اللي هو ايه ده، هو اتغير فجاه كده ليه. وبعد ما مثل عليهم ان هو طبعا بيصلي، وبعد ما الصلاه خلصت بص لواحد جنبه كده وقال له ازيك يا فلان وازاي عيالك كذا وكذا. الراجل بص له باستغراب كده، والناس كلها قاعده بتسمع اللي بيحصل، وقال له انت عرفت اسمع عيالي منين؟ ساعتها ادريس ضحك ضحكه كده اللي هو بتمسخر عليه، وقال له طمني على بنتك دنيا اللي عندها 17 سنه، خفت من وجع الدماغ اللي بيجي لها ولا لسه؟ مش هي برضه بتقعد تخبط دماغها في الحيط؟ ساعتها الراجل اتخض لانه كان مخبي تعب بنته دي عشان خاطر يعني يجي لها عرسان وكده ما يقولوش عليها مجنونه وسوء العرسان يقف عليها. ساعتها الراجل رد عليه وهو متعصب قال له انت مالك يا جدع، انت مالك انت بتتكلم ليه انت؟ ساعتها ادريس قال له هو بيتمسكن عليه كده، انا كان قصدي خير مش اكتر، لو بجد يهمك ان بنتك تخف والكلام ده كله هاتها بعد صلاة العشاء البيت وانا هرقها لك يا عم، وباذن الله الشافي المعافي هخليها تخف من اول مرة. ساعتها الناس بدأت تبص لبعضها وبدأت الاسئلة تيجي بقى، وكل واحد بدأ يسأل عن حاجة. ساعتها ادريس بص لهم كده وقال لهم اعذروني يا اخواتي، انا بس امي مستناني في البيت عايزاني، فانا مش هقدر اتأخر عليها، بس بعد صلاة العشاء تعالوا كلكم البيت عندي وانا هساعدكم كلكم ما تقلقوش. وقام واخد بعضه وخارج من الجامع. وفعلا في نفس اليوم بالليل يا جدع ظبط في البيت مجلس زي مجلس ابوه كده، وفعلا الناس جت واتلمت، والراجل اللي قال له على بنته جاب بنته فعلا. وساعتها ادريس جابها ونايمها في المجلس قدام الناس كلها على ظهرها، وفي وسط الناس كلها قام مغطيها بملايه بيضه، وبدا يقول بسم الله بسم الله بس بصوت عالي، وبعديها يبدا يقرا تعويذ في النص كده بصوت واطي. والبنت بدات تترعش في ايديه وبدا حاجات غريبه تحصل لها. وادريس بدا يطلب من الناس اللي في المجلس ان محدش ينطق ولا يطلع نفس. وفعلا المجلس هدي لدرجه ان لو رميت ابره هتسمع صوتها وهي بترن على الارض. وفي اللحظه دي يا جدع بقى ادريس نفسه عنده حاله تلبس، والجن اللي بيخدموه دخلوا فيه وهو اللي بدا يترعش. وساعتها قام ماسك خنجر وقام رزعه في وسطه، ويروح شال الخنجر وينقط بدمه على الملايه. وطبعا يا جدع الخنجر ما كانش بيدخل فيه هو، وكان بيدخل في الجن اللي متلبسينه، بس الناس شايفه ان هو بيعمل في نفسه كده. وبعدها قعد عند راس البنت وبدا بقى يأمر الجن اللي عليها ان هو يخرج. والناس بدات تفهم ان هو استدرج الجن اللي عند البنت ودخلوه جسمه هو عشان يحاربه. والناس دخل عليها الفقره اللي عملها وافتكروا ان كده هو فعلا عمل حاجه صح. وطبعا كلنا عارفين ان دي مش الطريقه الصحيحه عشان تتخلص من مس ولا جن ولا الكلام ده كله، وان الطريقه الانسب ان هي الرؤيه. شفت اما مثلا تبقى عندك صداع فوالدتك ترقيك وهكذا فتبتدي تهدى، فدي الطريقه الصحيحه ولليان اللي بتقول كده. وطبعا الهبل اللي عمله ادريس ده دخل على الناس والبنت هديت فعلا، وقام شايل الملايه من على البنت قامت قايمه وبصه لباباها وقالت له انا خفيت يا بابا، راسي ما بقتش بتوجعني، اخيرا هخش الحمام واقلط براحتي. وساعتها حضنها ابوها وقعد يعيط، ومن فرحته جري على ادريس ومسك ايديه وبسها، رغم ان ادريس ده يعني قد عياله وقد عياله كمان. ورغم ان العلم كان منتشر يعني عندهم في الفتره دي غير فتره جلال الدين، بس العقول الوسخه هتفضل عقول وسخه، وده اللي خلى الناس تبيع عقولها لادريس واللي زيه. وطبعا بعد ما الجلسه خلصت ادريس طلب من الراجل ابو البنت ان هو يذبح عجل بس يكون لونه اسود، وطبعا اللون الاسود المفضل عند الجن والشياطين اصلا، وطلب منه ان يطعم الناس كلها من العجل ده، وبكده يبقى قدم قربانه للشيطان من غير ما الناس تحسه اصلا. وطبعا عشان يبان قدام الناس ان هو حد كويس بقى وبركات وكرامات والحركات، وبص للبنت وقال لها بيرقي نفسك كده واقري قران عشان تبقي احسن. بس الغريب يا جدع ان البنت دي كانت شاده ادريس شويه، رغم ان هو شاف بنات كتير يعني وكان مقضيها في الكهف رايح جاي، بس هي كانت شداه. الدنيا كانت مختلفه عنهم شويه، واحنا كبشر بنحب نتميل على الاختلاف شويه. وزي ما جلال الدين عمل، ادريس راح كلم والدته وقال لها ان هو عايز يخطب دنيا دي. وطبعا اهل البنت بعد ما شافوا ادريس عمل ايه طبعا وافقوا على طول وفرحوا جدا كمان. وطبعا البنت برضه ما كانتش مصدقه ان ادريس اللي الناس كلها بتحبه وبتحترمه جاي يتقدم لها هي. ونور طبعا كانت غيرهم خالص، ما كانتش موافقه على الجوازه ومش عاوزه ان اللي حصل لها يتكرر مع البنت دي، بس طبعا ما كانتش قادره تتكلم وكانت خايفه من ابنها، وكانت شايفه برضه ان البنت واهلها مهما قالت لهم من المستحيل ان هم يغيروا رايهم ويضيعوا عليهم ادريس اللي الكل بيحبه والشيخ التقي. وساعتها نور سكتت وقالت ان شاء الله يعني البنت دي يكون فيها الخير والبركه وتعرف تهدي الواد. وكلها كام يوم يا جدع وكان ادريس اتجوز دنيا، وزي ما يكون شريطه بيتعاد قدام نور. عدت الايام بينها وبين ادريس ودنيا
خلفت من ادريس ولد سماه جلال، وخلفت تاني ولد سماه، وخلفت ولد تاني وسماه جمال. وفي يوم يا جدع كان ادريس عنده جلسة استشفاء لست ما بتخلفش، وهو بقى بيعمل حركاته اللي اتشهر بيها اصلا. ووقتها كان حاطط الخنجر في جنبه. دخل المجلس راجل بس مش من القرية اصلا، وساعتها اما شاف ادريس في الحالة دي وحاطط الخنجر في جنبه، اما كبر في سره وقال الله اكبر، وقعد يقول آية الكرسي. طبعا الجن اول ما سمعوا آية الكرسي اتطردوا كلهم من المكان، والخنجر طبعا فضل في جنب ادريس. وفجأة لقوا ادريس بيقع من طوله وبيغمى عليه ونقلوا المستشفى. طبعا هتلاقي شكله اتغير فجأة كده، فده بسبب ان الكهرباء فصلت عشان اكمل تسجيل، فنعدي على البعض يعني. المهم بعد ما العملية خلصت يا جدع والدكاترة عرفوا ينقذوا حياة ادريس فضل قاعد في المستشفى اكتر من 3 شهور، وطول الفترة دي ما كانش بيفكر غير في هو غلط في ايه عشان يخلي الاسياد تغلط عليه او تضايق منه او تعمل فيه كده. وفي نفس الفترة بتاعت المستشفى دي كانت الناس بدأت تسأل، وانت فاهم يا جدع الكلام ما بيخلص، هو ادريس خسر كراماته ولا ايه، او ما بقاش عنده قوة ولا ايه، وهكذا. وبعد ال3 شهور خرج ادريس من المستشفى، واول ما خرج راح على المجلس بتاعه وبدأ يستحضر الاسياد ولا الخدام بتوعه عشان يسألهم انتوا ليه عملتوا كده، وبدأ ايمانه بيهم اللي هو يتزعزع شوية. فلما جم قالوا له ان هم حذروه، قالوا له الشرط ان ما حدش يتكلم في حضورهم، ان كان في حد من الموجودين قرا قرآن، فبسبب كده هم خرجوا من المكان. وادريس ساعتها حس بينه وبين نفسه ان هم ضعاف قوي كده، لانه كان فاكر ان قوتهم فوق اي شيء يعني. وقالوا له كمان ان يقول للناس ان اللي حصل ده بسبب ان الست اللي كان بيعالجها ولا كان بيستحضر عليها جالها الحلبقه الشهريه، فعشان كده بقت نكسه. وفعلا تاني يوم العصر بدات الناس تيجي عشان تطمن على ادريس، والطبيعي ان هم عايزين يستفسروا عن اللي حصل وحصل ازاي. وطبعا هو قال لهم زي ما اتقال له ان الست كانت مش طاهره يعني ونكسه وكده، بس معظمهم اجمع ان لا، الست اتوضت وصلت المغرب قبل ما تجيلك، فالست طاهره وتمام. ساعتها قال لهم وانا مالي، روحوا اسالوها هي. فعلا لما راحوا سالوها قالت لهم فعلا انا من خوفي من اللي هو بيعمله حصل كده. وفي لحظه الثقه رجعت لادريس تاني، وده حال البشر يعني. وبعد الموضوع ده بكام يوم يا جدع ادريس دخل على مراته في نص الليل كده. كانت مراته لسه مخلصه الصلاه وقاعده على سجاده الصلاه وبتعيط وعماله تدعي له ان ربنا يهديه. طبعا لما شاف على سجاده الصلاه حب يخرج، فهي ندهته بسرعه وقالت له عايزاك في موضوع. ساعتها ادريس قال لها هو في ايه، انتوا ما بتزهقوش انت والحاجه اللي نايمه جوه دي؟ قالت له ارجوك اسمعني، انا عندي ليك خبر هيفرحك. ساعتها ادريس قرب منها وقال لها ها قولي. ساعتها دنيا ضحكت في وشه اللي هي مراته وقالت له انا حامل يا ادريس. ساعتها ادريس شال مراته وقعد يضحك وصوته ملا البيت ان هو فرحان ومبسوط، رغم ان هو كان عنده ولدين بس هو بيحب الاطفال جدا. وساعتها بسها من راسها بس وقال لها عايز ايه اجيبهولك. وهي طبعا انا مش عايز حاجه من الدنيا غيرك يا ادريس. طبعا انت فاهم لازم هيطلبوا هديه بس نعديها. وساعتها ادريس قال لها ما تقلقيش، انا والولاد وكلنا حواليك يا عمرنا ما هنسيبك. قالت له انتوا معايا بس مش كلكم بخير. طبعا ادريس فهم هي قصدها ايه ولغى الكلام وما قال لها انت نامي بس وارتاحي وبكره نبقى نتكلم. ومسابه ومشي قبل ما تنطق اصلا. وبعدها بكام يوم كان نص الليل برضه كده، وكان بيعمل بقى الطقوس بتاعته والحركات. وبعد ما الطقوس خلصت حس بتعب وارهاق شويه، وده مش طبيعي ان هو يحس بالحاجات دي. وطلب من الناس اللي كان بيعمل عندهم الطقوس وكده عشان بيتهم بعيد عن بيته ان هو ينام في مكان يعني عندهم. المهم ادريس لما نام عند الناس دي حس ان في حاجه غلط، حس ان هو مش على بعضه. وفي نومه شاف رؤيه، شاف ان هو ميت وبيتحاسب. ما كانش عارف ده حلم ولا حقيقه يا جدع. لقى نفسه على ترابيزه كبيره وحد شكله مرعب وضخم كده وعمالين يغسلوه وبتاع. والواحد الضخم اللي كان بيغسله ده قام شايله على كتفه لوحده ورماه جوه تابوت وقفل عليه. ساعتها ادريس قعد يستنجد ويصرخ وعايز حد يخرجه من التابوت اللي هو فيه، لحد ما صوته اتنبح محدش سمعه، وقعد يعيط ويخبط على التابوت ويخربش ويهوهو وينونو وينفنف ويبربر وشخ على نفسه، عمل كل حاجه. بس هو حس ان محدش مهتم، حس ان الناس سامعاه وكلهم عارفين ان هو عايش جوه بس بيتجاهلوه لانهم عايزين يخلصوا منه بس. ولقى التابوت متشال، وكانت اغرب جنازه يحس بيها. كانت ناس شايلاه وناس ماشيه وراه بس كلها وشوشها خبيثه، كلهم مرسوم على وشوشهم الشماته، كلهم بيداروا ضحكتهم على اللي هو حصل له. واول ما وصلوا القبر بتاعه حطوه في القبر وصلوا عليه صلاه، اسرع صلاه ممكن تشوفها. وبعد كده فتحوا التابوت وسابوه جوه القبر لوحده. هو كان عمال يصرخ ويترجاهم بس ما كانش في حد في قلبه ذره رحمه. وبعد كده لقى الناس كلها عماله تف على قبره وسابوه ومشيوا. وادريس فضل يصرخ في القبر بتاعه لحد ما اغمى عليه. بس لما صحي لقى نفسه في مكان ضيق وضلمه جدا. قعد يدور على اي ضوء في المكان عشان يقعد يرتاح فيه، بس المكان كان ضيق جدا وما كانش عارف يتحرك جواه. وفجاه لقى في طريق اتفتح قدامه جوه القبر بتاعه عامل زي السرداب، وكان بيوصله لطريق تاني اكبر منه. ولقى في ناس ماشيه كتير زيه كده بس شكلهم متكحرتين على الاخر، وكان التعب باين جدا جدا عليهم لدرجه ان هم ماشيين باصين في الارض وظهرهم محني كده. وورا كل حبه من الناس دي في زي ما
يكون في اللي هو بيمسك الكرباج ده واقف وراهم وعمالين يلسعوا فيهم بالكرابيك في اي حته يعني في جسمهم، وصوتهم كان فعلا يبكي الحجر. طبعا ادريس لما شاف المنظر ده بدا يترعش وبدا يخاف. هو كان مفنجل عينيه وهادي شويه، تحسه من بره هادي، وفي لحظه لقى الجلادين دول كلهم بقوا قدامه. ساعتها من خوفه اترمى على الارض، لقى الجلادين دول بيسحبوه وحطوه في مكان لو حطيت عليه حديد هيسيح، وقالوا له صلي يا ادريس. ساعتها قال لهم انا مش متوضي. ساعتها لقى واحد منهم بيحط قدامه حله فيها ميه مغليه لدرجه ان لو ايده نزلت الميه دي ممكن ما تطلعش تاني وتسيح، ولقى الجلاد ده بيقول له اتوضى. ادريس لما شاف المنظر ده حاول يجري ويهرب منهم ما استحملش، وهو بيجري يا جدع فجاه لقى في زي ايد نحاس مسكته من صدره وقامت رافعاه في الهواء، وفجاه لقى الايد دي عماله تقفش في صدره لدرجه ان سمع صوت عظم صدره وهو بيتكسر، وبقى عمال يصرخ من كتر الوجع ومش عارف يعمل ايه. وفي اللحظه دي يا جدع لقى اصحاب البيت اللي هو نايم عندهم بيصحوه، وهو صحي وهو ماسك صدره مش قادر ياخد نفسه مش فاهم ايه اللي بيحصل. اول ما بدا يستوعب ان هو لسه في البيت طلب من الناس ان هي تخرج وتسيبه. اول ما خرجوا يا جدع قام رافع رجليه الاتنين وحط كوعه كده اللي هو دفس راسه جوه رجليه، وقعد يفكر هو ليه بيحصل معاه كده، ويا ترى عمل ايه يخلي الاسياد تغضب منه بالشكل ده. فضل ساعه عمال يفكر مش فاهم اللي بيحصل لحد اما نام تاني. وعارف شعور يا جدع ان حد فينا يصحى من النوم، يصحى من حلم كده، واول ما ينام يلاقي الحلم بيكمل. اهو ده اللي حصل لادريس. اول ما راح في النوم شاف نفسه في نفس المكان تاني، بس المره دي لقى نفسه ماشي فوق جبل رفيع فشخ، وتحتيه يعتبر حفره كبيره تعرفش اخرها فين، وجوه الحفره دي كان في ناس عماله تتعذب والنار ماسكاهم من كل مكان. ساعتها ادريس بص قدامه ومرضاش يبص تحته، وقال انا همشي بالراحه لحد اما اعدي الجبل ده، بس من خوفه بص تحت غصب عنه. واول ما عينيه نزلت على الحفره شاف ابوه جلال الدين وهو في الحفره وبيتعذب. اول ما ادريس شافه قام صارخ وقال ابويا ابويا الله يخرب بيتك عملت ايه. ساعتها لقى جلال بيبص له وبيقول له اهرب يا ادريس اهرب بسرعه، اوعى تقرب من هنا تاني، انت لسه قدامك الوقت يا ابني، الحق اهرب، سيب السكه اللي انت ماشي فيها دي، سيب الباطل وامسك في الحق، لسه عندك فرصه يا ابني تتوب وتكفر عن ذنوبك، لسه عندك فرصه تصلي وتصاحب الصالحين، ادعي ربنا يا ابني انه يغفر لك. فجاه لقى جلال الدين بينزل راسه كده كانه ندمان، وبيكمل وبيقول له والله يا ابني كل الكرامات اللي الناس بتقول عندي والشياطين اللي كان طول عمري خدام ليهم وكل الثروه والمال اللي جمعتهم ما نفعونيش بحاجه، اهرب يا ابني وما تجيش هنا تاني. ساعتها جدع ادريس صحي وهو عمال يعيط، وعرف ان الرؤيه دي رساله ليه من ربنا، وان هو لازم يتوب، وان دي البدايه الحقيقيه ليه، فرصه وربنا منحها له ولازم يتمسك بيها، حتى لو كلفه حياته برضه هيتمسك بالفرصه دي. وقرر والاول مره في حياته اصلا ان هو يقوم يتوضى ويتطهر ويصلي. بس الموضوع كان اصعب مما تتخيل يا جدع. شفت انا وانت بنقوم نتوضى ونصلي عادي ما عندناش اي مشكله، هو كان الموضوع صعب فعلا. حس ان قوته كلها اتاخدت منه، حس ان جسمه كله ما بقاش فيه عظم، كانه مخلوق من طين وبس. قعد يعيط ويستعيذ ويدعي ربنا ان يعينه، وسبحان الله ربنا استجاب له وخلاه يقدر يقوم ويخش يتطهر فعلا ويتوضى. وفعلا سأل القبلة فين، بس المرة دي صلى بجد، صلى بقلبه وبعقله وبشعوره بكل جوارحه، كان بيصلي فعلا. ادريس حس بشعور يا جدع عمره ما حسه في حياته، حس ان هو حد نضيف قوي، حس ان هو قلبه بقى طاير في السماء، من اخرها حس بالمعنى الحقيقي للروحانية، حس ان هو بني ادم بجد المرة دي. شعوره يا جدع صعب انك توصفه او تقوله بكلام يعني. وفعلا يا جدع اول ما ادريس خلص الصلاة سمع صوت اذان الفجر، وفي نفس اللحظة لقى الناس بتخبط على الباب بتقول له يلا عشان صلاة الفجر. بس لما دخلوا عليه اللي هو اصلا بالمنظر اللي هو قاعد على سجادة الصلاة وكان بيصلي، قالوا له ما شاء الله احنا كنا جايين نقول لك عشان نصلي يا جماعة لانك سبقتنا في الخير، وقاعد كمان وجاهز ومستني الصلاة. وقام فعلا وراح مع الناس، بس المرة دي رفض ان هو يبقى الامام، وطلب من شاب صغير في البيت كده ان هو يكون الامام بتاعهم. وطول الصلاة يا جدع كان عمال يعيط، وكان واصل لمرحلة خشوع عمرها ما حصلت له. بعد ما خلصوا الصلاة ادريس استأذن وخرج. ساعتها كان شايف الدنيا بالالوان، ودي اول مرة يشوفها كده. وبعد كده خد بعضه ورجع على بيته يا جدع. عارف في اقتحام في البيت، وقام داخل على المجلس على طول وبدأ يلم كل حاجة كان بيستعملها، سواء بقى شعوذة سواء كتب سواء اي شيء، وخرجهم عند الجنينة وعمال يرميهم في الجنينة. ساعتها عياله ومراته وامه كانوا قاعدين بيتفرجوا عليه، هم فاهمين هو هيعمل ايه خلاص. وفعلا يا جدع بعد ما جمع كل حاجة في الجنينة قام مولع فيها، وساعتها امه ومراته جريوا وحضنوه وفهموا ان ربنا هداه خلاص. بس يا ريت الموضوع كان هيخلص بالسهولة دي. الحاجات دي يا جدع اللي بيدخلها ما بيخرجهاش بالسهل، المنطقة دي اللي يخشها لازم اما يخرج منها لازم يخسر وبعد كده يكسب.
وفعلا الليلة دي إدريس قضاها مع مراته وعياله وأمه، كلهم بيضحكوا وبيهزروا والدنيا جميلة. وبعد ما خلصوا الليلة، أول ما دخل نام يا جدع لسه هيغمض عينيه لقى حد من الخدام بتوعه بيصحي وبيقول له يلا عشان الأسياد مستنيينك. ساعتها إدريس قام ومشي وراه من غير ما يحسس مراته بأي حاجة، ودخل المجلس بتاعه اللي كان خلاص ملامحه اتغيرت أصلا من كتر الحاجات اللي اتشالت منه، ولقى الأسياد كلها مستنياه في المجلس بتاعه بس وشهم كله قالب. ساعتها الأسياد قالوا له انت مدرك للي انت عملته؟ انت فاهم الذنب اللي انت عملته ده عقابه ايه؟ لقوا إدريس بيتكلم بكل ثقة كده وجرأة بيقول لهم عارف ومش هغير رأيي. ساعتها الغضب بان عليهم بس مسكوا نفسهم بهدوء وقالوا له ارجع وهنعمل لك اللي انت عايزه، وهنسخر ليك أتباع أكتر من الأول بكتير، وهنعمل لك صيت وشأن عظيم أكبر بكتير، هنملكك كنوز ما كنتش تحلم بيها، وهنجيب لك جواري من الجنيات ينسوك أي إنسية شفتها. ساعتها إدريس فضل ساكت وقام باصص في الأرض كده وقال لهم أنا رديت عليكم ومش هعيد كلامي تاني، وقام لف ظهره ومشي. وهو ماشي قال لهم على فكرة وجودكم مش مرحب بينا. ساعتها سمع الأسياد وهي بتقول له ما عندكش غير اختيارين، يا ترجع يا هتخسر كل حاجة. وإدريس ساعتها حتى ما لفش يبص عليهم وسابهم ومشي. وبعد يومين من الموقف اللي حصل ده كان قاعد مع عيلته عمالين يتعشوا ويضحكوا ويهزروا وتحسهم بقوا انبساط وجمال كده، وإدريس كان بيلعب مع عياله اللي متعلق بيهم فشخ أصلا، وحبه لعياله ده هو اللي كان مصبر مراته وأمه عليه أصلا. المهم يا جدع وهو قاعد عمال يهزر مع العيال فجأة لقى ابنه عمال يتنفخ بطريقة مرعبة وشكلها غريب جدا لدرجة إن الجلد بتاع ابنه بدأ يتشقق من كتر ما ابنه بيتنفخ. وساعتها دنيا مراته ونور أمه جريوا على الواد وبدأوا يقروا عليه قرآن وهم مش فاهمين اللي بيحصل وبيصوتوا. وساعتها إدريس جري على ابنه بدأ عمال يحضنه ويبص له ويسيبه ويحضنه تاني ويبص له وعمال يقول بعلو صوته لأ هم لأ كله اللي عيالي، هم مالهمش ذنب في اللي حصل، خدوني أنا بس سيبوهم هم. والولد ابنه فضل يتنفخ بنفس الشكل ده لحد ما طرشق ومات. في اللحظة دي إدريس ما بقاش بيتكلم ولا بينطق ولا بيعمل أي حاجة وكان هادي لأنه في حالة اللاوعي أصلا من الموقف. وفضل على كده لحد ما أغمى عليه ونقلوه المستشفى. وبسبب الموقف ده إدريس دخل في غيبوبة قعد فيها شهور ما كانش داري بأي شيء بيحصل حواليه من كتر الصدمة. وبعد ما صحي من الغيبوبة يا جدع عرف إن ابنه التاني كمان حصل له نفس الموقف بعد ابنه الأولاني بدقيقة ومات هو كمان. وإدريس من ساعتها دخل في صدمة وما بقاش بيتكلم، يعتبر كان عايش من غير روح كمان. كان على طول مراته وأمه هم اللي عمالين ينظفوه ويهتموا بيه، وكانوا دايما بيقعدوا معاه ويحاولوا ان هم يهدوه ويصبروا على الحالة اللي هو فيها. كان المهم عندهم جدا ان إدريس يفضل ثابت على توبته دي وما يضعفش ولا يستسلم ويرجع تاني. وفعلا يا جدع إدريس بدأ يسمعهم وبدأ الدموع تنزل منه واحدة واحدة بدأ يفوق. وبعديها بشهور كان خلاص بدأ يرجع لشغله، وبعديها بشهور كان بيشتغل وبدأ يفوق وكان مبسوط جدا كمان عشان كان جايله مولود جديد وربنا هيعوضه على عياله اللي راحت منه. بس الغريب ان دنيا حست بوجع تاني للولادة بس بدري شوية، اللي هو انا هولد بدري ولا ايه. ولما خدوها ودوها المستشفى الدكاترة قالوا ان هي مش حامل اصلا. وساعتها إدريس كان بيتنطط لهم في المستشفى يقول لهم ازاي مش حامل وبطنها لحد زورها، انتوا مجانين. بس الدكاترة نفسها كانت متفاجئة لان لما جات لهم في الاول كانت حامل، ازاي دلوقتي ما بقتش حامل. ولما دنيا سمعت زي إدريس بره خرجت تشوف في ايه وعرفت ان هي مش حامل، وقالوا لها ان هي كان عندها حمل كاذب ونادرا لما بيحصل الموقف ده. بس دنيا كانت عارفة ومتأكدة 100% ان هي حامل. بس ليه الدكاترة بيقولوا كده؟ هل بيفسروا الحالة اللي حصلت دي بأي كلام ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ ولما رجعوا البيت يا جدع إدريس كلم اصحابه الجداد اصحابه الصالحين وحكى لهم على اللي حصل معاه في المستشفى. واصحابه دول نصحوه يا جدع ان ياخد مراته ويوديها لشيخ اسمه رمضان شاورما في القرية اللي جنبهم. والشيخ رمضان شاورما ده كان شيخ بجد يعني مش اي كلام وخلاص، وكان بيدرس اللغة العربية اصلا في مدرسة القرية نفسها. كان راجل محترم جدا يعني. وقالوا له ان الشيخ رمضان شاورما قادر باذن الله انه يساعده ويساعد مراته لانه ساعد ناس كتير قبل كده. وفعلا يا جدع إدريس وافق وطلب من اصحابه وصفي وحسام وهم قبلوا فعلا وما كسفوش. وفعلا يا جدع على المغرب كده جم اصحابه وصفي وحسام وخدوا إدريس ومراته وراحوا للشيخ رمضان شاورما. وفعلا لما راحوا للشيخ وحكوا له على كل حاجه بدا يفهمهم وبدا يرقي على الست دنيا. الغريبه ان الست دنيا بدات تترعش وتعيط بسبب رقوه الشيخ رمضان شاورما. ووقت الرؤيه يا جدع حصل حاجه غريبه، ان خرج من الست دنيا خادم من خدام إدريس القدام. وساعتها الشيخ رمضان شاورما قال له فين الجنين يا ملعون يا ملعون، فين الجنين يا ملعون. ساعتها الجن قال له انا كلته وهاكل كبدها وكبد إدريس كمان ومش هسيب حد يعيش فيهم. وطبعا إدريس ساعتها ما كانش عنده القدره انه يشوف الجن خلاص، بس كل اللي موجودين كانوا سامعين صوت الجن وهو بيتكلم بلسان دنيا. وساعتها الشيخ رمضان شاورما بدا يقرا قرآن ويأمر الجن انه يمشي لحد ما قدر يمشيه. والجن وهو ماشي توعد ان هو هينتقم برضه وهينفذ اللي قاله. وبعدها إدريس خد مراته وخد اصحابه ورجعوا القريه بتاعتهم. بس وهم راجعين في الطريق دنيا تعبت جدا واضطروا ان هم يودوها المستشفى.
بس اول ما وصلوا المستشفى كانت الدنيا بقت الله يرحمها. مش عاوز احكي لك ولا اوصف لك شعور ادريس بعد ما مراته وعياله وكل الناس اللي حواليه سابوه وماتوا. بس ليليان بقى عايزه تقول لنا، قول لكل حد ماشي في السكه دي او فضلوا بياخدوا ان يعرف او يجرب عنها، انك تقدر تحط نفسك مكان الانسان ده اللي هو ادريس. مش هتقدر تتخيل حجم المعاناه وحجم التعب اللي حصل. انت ما تعرفش هو مضطر يعمل ايه عشان يكفر عن ذنوبه اللي عملها. ويا بخت اللي ربنا بيعجل بعذابه وبيعذبه في الدنيا بدل ما يعذبه في الاخره، عشان كل عذاب الدنيا ده يا جدع ما يجيش 0% من عذاب الاخره. انا اسف على اللي هقوله بس مضطر. اصحوا لو سمحتوا وما تمشوش ورا اي حد زي القطيع. الطريق ده كله ذل وكله خوف ونهايته كلها شر وعذاب وبس. افتكروا ان في العمر لسه في بقيه، وما تقولوش لا مش عارفين نرجع وخلاص اتورطنا. اللي بيستعين بربنا ربنا بينجيه، واللي بيتوب لربنا ربنا بيتوب عليه. وافتكروا ان انتوا لو مش بتامنوا بالحاجات دي بس بتروحوا للناس دي فانتوا بتشجعوا ان الجهل ده ينتشر. وده بجد اللي حصل في وقتنا بسبب ضعف ناس كتير جدا خلوا الجهل ده ينتشر. بقى بيتعمل عن الجهل ده مسلسلات وافلام. وكمان اللي انا عايزه تقول لكم ان اللي بيروح للناس دي ما بتتقبلش صلاته لمده 40 يوم، وان اللي بيصدق الناس دي بيخرج عن ملته من غير ما ياخد باله. وبالنسبه لادريس يا جدع فهو لسه حي يرزق لغايه دلوقتي، واتجوز كمان وبقى عنده عيال وربنا عوضه خير. وصبا مسا خير عليك يا جدع. عايزك في الكومنتات تقول لي رايك. عايزك بقى يا جدع في الكومنتات تنزل تقول لي مبروك ان ديبو العصابه رجعت، ويلا ديبو شد حيلك ورجع لنا ديبو ستيشن واعمل لي حركات. وبرضه تقول لي ليليان رايك في الموضوع، رايك في شغلها، رايك في الروايه بتاعتها. وهي كده كده اي حد يعني من ديبو العصابه بيكتب قصه اكيد بينزل يشوف الكومنتات عشان خاطر يستفاد منكم ويستفاد من الكومنتات بتاعتكم ويطور من نفسه. بعد كده كاتبالي انتهى بخط احمر و3 نقط. 3 نقط دي معناها ان هي لسه بتكتب حاجه تاني. المهم يا جدعان صباح مساء خير عليك يا جدعان. مع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا. احب اقول لكم الله يبارك لكم، ويعني ادينا مرحب بالعوده. سلام باي.